بيبدأ مسلسلنا في اليابان لما طفل اسمه كازوما قرر انه يعمل خبز اليابان، وده بعد ما عرف ان فيه خبز فرنسي وعربي وانجليزي والماني، لكن بلده اليابان الوحيدة اللي ملهاش خبز خاص بيها. فضل يجرب لحد ما عمل خبز اليابان 55. اول ما جهزه جت اخته خدته بسرعة علشان توصله محطة القطر لانه مسافر لطوكيو علشان يشتغل في اشهر المخابز هناك. لما وصلوا المحطة كانت العيلة كلها مستنياه وانبهروا بخبز اليابان 55. بعدها ودعوه في الطريق بيفتكر أول مرة حب فيها العيش، وده لأن اليابان مشهورة باعتمادهم على الرز وإنهم نادرا لما بياكلوا عيش. وفي يوم وهو عنده 6 سنين عرضت أخته على العيلة إنهم يجربوا ياكلوا عيش على الفطار بدل الرز. الكل رفض وكان من ضمنهم كازوما، فخدته المخبز غصب عنه وانبهر بأشكال الخبز جدا وانبهر أكتر لما جربه، وطلب من صاحب المخبز إنه يعلمه ووافق. من هنا بدأت رحلة كازوما مع العيش. لاحظ وقتها مدير المخبز ان ايد كازوما مش طبيعيه لدرجه ان العجينه بتتنفخ وهي لسه في ايده، وده معناه ان عنده الايد الشمسيه، ودي نادرا لما يمتلكها حد. وقتها حكى له مدير المخبز انه كان عايش في فرنسا وعنده ولاد، بس قرر يرجع اليابان ويعمل خبز. بس للاسف الناس لسه بتحب الرز قليل جدا لما حد بيشتري منه، وعلشان كده هيسافر طوكيو، فالمنافسه كبيره هناك والناس بتحب الخبز جدا، وحلمه انه يعمل خبز ويسميه خبز اليابان ويكون احلى من الرز. بيتحمس كازوما جدا وبيوعده انه هيساعده في تحقيق حلمه، وبيجري يعمل الخبز لعيلته وبيرفضوا ياكلوا منه. ومأثر كازوما واخته بيدوق الجد الخبز وبيقول انه وحش. بيروح كازوما لمدير المخبز واللي بيعلمه طريقه جديده بينبهر بيها الجد جدا وبيحس بقوه ونشاط. وبيفرح كازوما وبيروح بعدها يودع مدير المخبز قبل ما يسافر، وبيوعده انه لما يكبر هيروح طوكيو وهيلاقيه وهيحققوا الحلم مع بعض. وفي الحاضر بنشوف كازوما بعد ما وصل لأكبر وأشهر مخبز في طوكيو وهو مخبز فانتازيا. أول ما بيشوفوا المسؤول عن مسابقة تعيين الخبازين الجداد بيخصم له نص درجاته بسبب التأخير، بس كازوما بيصمم إنه هيكسب برضه. بيشوف واحد اسمه كيوسيكي وهو متحمس وبيتخانقوا مع بعض، ولما المسؤول بيشوفهم بيقول إنهم أصحاب. وبيلاحظ كيوسيكي إن إيد كازوما سخنة وبيفهم إنها إيد شمسية. بيبدأ المسؤول إنه يطرد أي حد مش نظيف كفاية، خصم لكازوما درجتين كمان علشان شعره. بس في بنت اسمها سوكينو لبست كازوما توكة شعر اتخانت مع المسؤول علشانه. بعدها بيبدأ أول اختبار من المكونات اللي كل واحد بيطلبها. بيفهم كيوسيكي هم يعملوا خبز نوعه إيه، وبينبهر كازوما بمعلوماته الكبيرة. بيقول إنه يعمل خبز اليابان 56، وبيبدأ الاختبار والكل مشغول في العجينة بتاعته. وبيتضايق كيوسيكي من مهارة كازوما وبيسأله عن سبب الاسم الغريب للخبز بتاعه، فبيديله خبز اليابان 55 يجربه. بينبهر بيه جدا ويتوقع إنه أكيد هيفوز، فبيعمل حيلة بيوقع عجينة كازوما. كازوما ما بيتضايقش وبيعمل واحدة جديدة وشكلها زي العلم، والكل بيجهز الخبز بتاعه للتقديم ما عدا كازوما. فبيروح كيوسيكي يفتح الفرن وبيتصدم انه فاضي وبيتخانق مع كازوما، ولما بيبص تاني في الفرن بيلاقي عجينة على شكل جبل، وبيستغرب ازاي العلم اتحول لجبل. وفي وقت التقييم اي حد بيعترض على الدرجة بيتخانق مع المسؤول وبيطرده. بيجي الدور على كيوسيكي وبينقص درجتين لانه زود في وقت الفرن على الخبز بتاعه لانه كان مشغول بكازوما. كازوما في البداية المسؤول كان متفاجئ بالشكل ومش حابب يجربه، بس لما جربه انبهر بيه جدا وحس انه على قمة جبل، وبيتخانق مع كازوما على اسم الجبل. بس كازوما بيفضل مصمم انه خبز اليابان 16، وفي النهاية بياخد درجتين زيادة على درجته، ودي أول مرة تحصل. اللي بينجحوا في الاختبار ده هما سوكينو وكيوسوكي وكازوما، وواحد كمان اسمه صبرا. المسؤول بيطلب منهم يجهزوا علشان تاني يوم يعملوا كرواسون، والكل عارفه إلا كازوما. بيتصدم كيوسيكي انه مش عارف اي حاجة عنه، فكره راجل غامض. بتقول له سيكي انها هتساعده وتعلمه، بس كيوسيكي بياخده وبيجري وبيقول له انها بتضحك عليه، وبيوريه صورة صبرا وانه واخد المركز الاول في صناعة الكرواسون ولازم يتحدوه علشان يغلبوه. كازوما بيرفض لانه وعد سوكينو انه يشتغل معاها، وبيترجاه كيوسيكي وبيحكي له عن اخواته الصغيرين اللي مستنيينه ينجح لانه بيصرف عليهم بعد ما اهلهم ماتوا في حريق البيت. وبيتأثر كازوما وبيقرر يتحد معاه. بيبدأ كيوسيكي يعلمه طريقة العمال بتاعتها، وبيفرح كازوما ان دي طريقة خبز اليابان 43. بيصمم انه يلف عدد طبقات اكتر، وبيعترض كيوسيكي لان ده هيحرق العجينة، بس كازوما بيصمم وبيقول له الاهم الجزء اللي جوه. ويتصدم كيوسيكي لما سوكينو بتشوفهم وبيترجاها ما تقولش لحد، وبياخدها كازوما وبيمشي. وقت اعلان النتيجة كان الموجودين هم صبرا وكيوسيكي مع خبز محروق، وبتوصل سوكينو مع جداه وهو صاحب المخبز وبتقول ان كازوما انسحب. بيكسر كيوسيكي الخبز بالمعلقة وبيظهر خبز تحته بيشع نور، والكل بيتصدم من شكله. أما المسؤول بينبهر من طعمه وبيحس إنه على القمر، وبيصمم صبرا إنه يدوه هو كمان، وجسمه بعد كده بينحني على شكل الهلال، وبيقول إن كيوسيكي هو اللي نجح أكيد. بتحكي له سوكينو إنه كازوما انسحب علشان هو ينجح وإخواته الصغيرين يفرحوا ويعرف يصرف عليهم.
بيروح وراه وبيقول له انه ينسحب هو كمان. بتشوفهم سوكينو وهي في العربية مع جدها وبتطلب منه توظف الاتنين عندها في فرع طوكيو الغربي اللي هي ماسكاه. في أول يوم شغل بقى بيتحبس كازوما في التلاجة وبتخرجوا الموظفة اللي معاهم بالصدفة، وبيلاحظوا ان كيوسيكي منهار لأنه كان بيحلم يشتغل في الفرع الرئيسي. بيحكي لهم كازوما عن حلمه في انه يعمل خبز اليابان اللي طعمه أحلى من الرز، وبيقوم كيوسيكي يتخانق معاهم كلهم وبعدها بيقرر انه يشتغل، وبينبهر بقوة كازوما في امتصاص المية بإيده وسرعته في العجين، وبيعجبهم خبز كيوسيكي. بس لما بيدوق خبز كازوما بيحصل لهم صدمة وبيدخلوا في أحلام غريبة. بتقول لهم سوكينو إنهم لازم ياخدوا إذن المدير علشان يبيعوا الخبز ده عندهم. بتقول إن المدير هو أول ياباني يعمل خبز فرنسي. بينبهر كازوما وبيطلب يقابله وبتقول لهم على مكانه في اسطبل الخيل. لما بيروحوا يوروه الخبز بتاعهم بيرمي منه قطعة للحصان وبيرفض ياكله. هنا بقى بيقول لهم إن الخبز وحش ومش موافق على بيعه عندهم، وبيتضايقوا لما بيوصفهم إنهم إنسان آلي. بيرجعوا لسوكينو وبيحكوا لها اللي حصل، فبتديهم من الخبز اللي المدير عمله وبتصدموا من حلاوته. بتحكي لهم ان المدير كان عنده اخت صغيره، في يوم جربت العيش الجديد اللي عمله، فجاه اغمى عليها وعرف ان عندها حساسيه من مكونات فيه وهتعيش بقى حياتها تعبانه. من يوم قرر انه يدور على نوع خبز مناسب للكل علشان محدش يتعب. الحصان اكتر حيوان عنده حساسيه في الاكل، علشان كده الحصان هيرفض ياكله وممنوع انه يبيعه او ينتجه. بيتاثر كازوما جدا وبيجري يحكي لاخته وبتقول له انه ممكن نوع الزبده عندهم وحش، لكن هما كلهم كويسين لانهم بيشربوا من حليب المعزه بتاعتهم. بتجيله فكره وبيطلب من اخته تبعت له حليب طازه، بتقول له انها هتجيبه بنفسها وبيستناها. ولما بتوصل بياخد من الحليب وبيجري. وتاني يوم بيروح كيوسيكي للمدير بعيش جديد وبيكون متوقع انه هينجح وينتقل بعدها للفرع الرئيسي، لحد ما بيوصل كازوما ومعاه خبز جديد وبيحكي لهم ان عمله من زبدة لبن الماعز لانها اخف ومفيدة، وبينبهر المدير بيه. الحصان بياكل من خبز كيوسيكي وبيرفض خبز كازوما، لكن المدير بيقرر ان كازوما هو اللي نجح. لما كيوسيكي بيعترض بيفهمه المدير السبب بحركات قتالية مميتة. ولما بيجرب كيوسيكي الخبز بيفهم بنفسه. لما بيسافر الفضاء على نجمة وبيفرح كازوما، وبيفضل كيوسيكي مصدوم واخت كازوما بتحاول تواسيه. تاني يوم بيتفرج كيوسيكي على اقبال الناس على الفرع الرئيسي وبيتضايق ان الفرع بتاعه مفيش فيه زباين. بيضايق اكتر من كازوما اللي بيجمع العيش القديم ومصمم يستغله. بيسمعهم المدير وبيتخانق معاهم وبيرميهم بره المحل وبيوريهم ان سبب فشل الفرع بتاعهم هو مخبز بيري اللي قدامهم. وبيخرج المدير وبيحاول هو والمدير يستفزوا بعض لحد ما بيدخل مدير مطعم بيري تحدي ضد كازوما ويتعرض على التلفزيون. وبيجهز مدير مطعم بيري خبز جديد ومميز. الكل بيتصدم ان كازوما مصمم يعمل مسابقة خبز اليابان 57 وده هيعمله بالخبز القديم. بيوصل المسؤول عن كل فروع مخبز فانتازيا والملقب بالطاووس، ولما بيشوف إصرار مدير الفرع على المسابقة بيدخل ويشوف كازوما وبيتفاجئ إنه محسش حتى بيه. ولما بيسأله بيعمل إيه بيشرح له كازوما ببساطة. بيخرج يقول للمدير سعر الخبز الجديد إيه، بيرد عليه إنه لسه محددش وبيمشي، وكالعادة بيتأخر كازوما. بيجروا علشان يلحقوا المسابقة، بيحضرها عدد كبير جدا من الصحافة والتلفزيون في كل مكان. بيجي وقت التحكيم والحكام بينبهروا بخبز بيري لدرجة انه بياخد الدرجة النهائية، والكل بيتوقع ان كازوما خلاص خسر، لحد ما بيجي دوره والكل بيستغرب شكل العيش وبيحسوا انهم مش عايزين يجربوه، بس بمجرد ما بيدوه بيتصدموا من جماله وطعمه الحلو وبيحسوا انهم ابطال خارقين. بيسألوه ازاي عملوا، فبيحكي لهم ان الخبز اللي بيتباع اخر اليوم بيترمي، فقرر انه يستغله ويعمله في صوص مميز ويقليه. وبرغم انبهار ناس كتيرة بالفكرة، بس مدير مخبز بيري بيستغلها ضده وان كده ممكن يعمل تسمم للناس. وبيصمم كازوما على رأيه. فجأة بيظهر الطاووس وبيقول ان اللي هيفصل في الموضوع ده هو سعر كل واحد، وبيقرر مدير مطعم بيري ان يقول سعر اقل من التكلفة علشان يفوز. لما بيسألوا كازوما عن سعر الخبز بتاعه بيقول ان مجاني، لانه يتمنى ان الكل يجرب خبز فانتازيا، ولان الخبز اللي استخدمه ما كلفش حاجة لانه كان هيترمي. الكل بينبهر برده وبيفوز كازوما، وبيروحوا كلهم يحتفلوا بكازوما، وبيسيبوا الموظفة الجديدة لوحدها مع الزباين بيتخانقوا معاها وعاوزين خبز اليابان 57. بتحاول تقنعهم ان لسه هيتقدم بكره، بس مفيش فايده. تاني يوم بيوريهم المدير البطاقه الحمراء، وده معناه انهم هيشتركوا في مسابقه فانتازيا، واللي بيفوز فيها بياخد 1,000,000 وين ومعاها منحه دراسيه لفرنسا. وبيتحمسوا جدا لحد ما بيعرفوا ان المطلوب هو خبز العشاء، وده ما ينفعش يتعمل بسهوله من غير استخدام مواد حافظه. وبيتفاجئوا بكازوما جاهز وبيقول لهم ان ده خبز اليابان 32 وهيروح يجمع مكوناته وبيجري بسرعه. بتحس سوكينو ان كيوسيكي متضايق وحاسس انه فاشل. بتروح تتكلم معاه وبتعرض عليه انها تساعده إن يكون عنده ايد شمسيه، وبيوافق. وبتاخده المكان يتمرن فيه وبترميه في حمام سباحه، وبتقول له يعوم 10 كيلو متر ان في حال سيمنعه من الخروج، وبتمشي.
بيحس انه خلاص بيغرق، بس بيفتكر والده اللي كان حلمه ينضم لمخبز فانتازيا الرئيسي. وفي يوم البيت كله اتحرق في تجربة من تجارب الخبز بتاعت والده، وبعدها مشي اخواته الصغيرين ووالدته، واللي اتخانقت معاه لما قال لها انه قرر يحقق حلم والده، وده كان سبب دخوله المنافسة. وبيحس بوالده بينادي عليه فبيخرج ويكمل سباحة. في الوقت ده بيكون كازوما بيجري علشان يروح مدينة تانية هيجيب منها مادة هيستخدمها في الخبز. بتكمل سوكينو تجارب وتمارين على كيوسيكي وبتجبره يشرب صفار البيض كل يوم علشان يفوز في المسابقة. بنشوف كازوما مغمى عليه في الطريق، وبيشوفه صاحب مطعم سوشي وبياخده معاه وبيقدم له الأكل اللي موجود وبيعتذر إنه واحد، وبينبهر بيه كازوما جدا وبيقول إن الفكرة في السوشي. بيرجع يعمل الخبز وبيرفض كيوسيكي إن ياكل منه، بس سوكينو والموظفة بياكلوا منه وبينبهروا. ولما بيقول على المادة اللي استخدمها بيفرح المدير وبيشرح لها، وبيحس سوكينو باليأس. بيرمي عليه المدير عصير وبيفضل يستفزه وبيجري كازوما وراه. بيحاول يهديه ويفهمه ان المدير عمل ده لمصلحته، لانه كان مصاب وجده كان بيرمي عليه عصير لما كان بيتعور لانه افضل مضاد حيوي. تيجي فكره في دماغ كيوسيكي وبيجري علشان يعملها، بيلاقيها ما اتنفختش كويس فبيعملها تاني يوم بتكون جاهزه والموظفه او الواحده بتجربها، وبيلاقوها اتحولت وبيفهموا انه زود في نسبه الخميره وعملت لها هلاوس. بس المدير بيجي وبيستعد كيوسيكي علشان يتخانق معاه، بس بيتفاجئوا انه بيشكره. بيكمل كيوسيكي تمارين علشان يوصل للايد الشمسيه كيوسيكي والعضلات اللي ظهرت له. وبيجي بقى يوم تقييم الخبز، والمسؤول بيطلق الكلاب علشان توصل للخبز اللي عليه عفن، بيحدد مين اللي فاز. بيروح صبرا يسأله لو كازوما وكيوسيكي مشتركين لانه مش هيقبل بهزيمته المره اللي فاتت، وانه مصمم يفوز المره دي عليهم باي شكل من الاشكال وانه اتمرن واستعد لهم. المدير بيشوف كازوما متضايق وبيعرف منه انه شاف تحدي كيوسيكي ليه انه بيكرهه. بيقدر المدير يقنعه انه تحدي شريف، وبيجري كازوما يتحدى كيوسيكي. ويروح كازوما مكان الجبل وبيحفر فيه، بيجيب لجده التاني تراب من الحبل علشان يعمل له بيه حاجه مهمه هتساعده في انه يفوز. وبيطلب من الجد انه يعمل له خبز اليابان 44. في الوقت ده بتظهر نتيجة المسابقة وبتصدم منها المدير، وبيخاف كيوسيكي انه خسر، بس بيعرف انه فاز هو وكازوما. بيشجع المدير انه يستمر في التمرين وانه هيكون حاجة مهمة قوي في المستقبل. بيلاقوا على كازوما بيكلموا اخته فبتقول له انت اكيد عند جده التاني. اما كازوما فبيجهز الاداة اللي عاوزها مع الجد، بيعمل له خبز اليابان 44 وبيصحى مفزوع انه اتأخر. وبتوصل اخته بتطمنه انها هتوصل له، بس بيلاحظوا ان الجد ما بيصحاش وبيسيبوه وبيمشوا علشان يلحقوا المسابقة. كالعادة بيوصل متأخر وبينقص 5 علامات على التأخير زي كل مرة. بيبدأ المسؤول يشرح لهم قواعد المسابقة، وبيجي واحد صغير اسمه أومينو يعترض على النتيجة، ولما بيوريه المسؤول الغلطات بتاعته في العيش بيتصدم وبيعتذر وبيترجاه يديله فرصة تانية وإلا حياته هتتدمر. يوافق المسؤول بشرط انه يخرج الخبز بتاعه من وسط باقي الخبز البايظ وكمان ياكله. وبيروح أومينو يشم العيش وبيقدر يحدد بتاعه، وتعاطف مع كازوما وبيمنعه ياكله، وبيتخانق مع المسؤول هو والمدير واللي بيفكروا لما ترجاه في يوم من الايام يديله فرصه جديده، وفضل وراه لحد ما بيوافق ان اومينو يشارك معاهم في المسابقه. بيخسر كازوما مجموعه معاه في اول اختبار لانهم مش عارفين الفرق بين السمنه والزبده، والمجموعه كلها بتتخانق مع كازوما انهم اختاروا غلط بسببه لما غشوا منه، وبيزعلهم صبرا انهم غشاشين، وكمان بيتخانقوا مع كازوما على غلطهم هم. بيترعبوا منه وبيعتذروا لكازوما، وبيشرح كازوما فكرته في الاختيار، وبينبهر المسؤول لما بيدوق الخبز بتاعه. وبينجح كازوما، وبتروح بنت اسمها ميزونو تبارك له وبتقول له انها المسؤوله عن فرع طوكيو الجديد، وبتتعرف على كازوما وبتاخده وبتروح تسلم على سوكينو. نعرف انهم اخوات، وبتعاملها سوكينو باسلوب وحش وبتضربها، بس بتيجي في كازوما فبيتضايق وبيزعق لسوكينو. يشرح لهم المدير ان سوكينو لها اختين وتبقى هي الاخت الوسطى ليهم بس الغير شقيقه، وعلشان كده هما مش بيحبوها ولا بيحبوا يتعاملوا معاها، حتى جدها ووالدها بيدعموا اخواتها وهي لا. علشان كده المنافسة دي مهمة جدا ليها علشان تثبت كفاءتها. يمكن حد يدعمها ويتعاطف معاها، يمكن حد يدعمها وبيتعاطف معاها كيوسيكي. أما كازوما فبينهار إنه ضايقها وعاملها بأسلوب وحش، وبيقرروا إنهم ينجحوا علشانها. بيستعدوا للمسابقة وكل واحد بيعرف المنافس بتاعه، وبتيجي ميزونو تتكلم وحش عن سوكينو بيزعلها كازوما. بيعرفوا إن اختبار بكرة هيكون في صنع خبز الشمام، وده ميزونو متميزة فيه جدا. تحداها كازوما إنه لو نجح هتكلم سوكينو باحترام وتناديها بأختي، وهي بتتحدى انها لو هي اللي نجحت يبقى يشتغل معاها في فرع طوكيو الجديد. والكل بيتصدم لما كازوما بيقول لهم انه فاشل في صنع خبز الشمام. كازوما بيطمن سوكينو انه مستحيل يخسر علشانها، وبيعرفوا انه ميزونو متميزه جدا في الخبز وبتبيع المئات منه يوميا. فجاه بيدخل عليهم صاحب مطعم السوشي وبيحسهم وبيحسهم محبطين وبيحكوا له اللي حصل، والكل بيتكلم عن عيوب خبز الشمام وسبب عدم حبهم ليه.
بيقول لهم صاحب مطعم السوشي انه ما يعرفش حل بس بيقدم لهم سوشي، وبيعتذر لكازوما لان وقت ما قابله المره اللي فاتت كان عنده نوع واحد بس، والكل بينبهر بجمال طعم السوشي. وبتيجي فكره في دماغ كازوما وبيجري، تيجي ميزونو تاكل معاهم وبتديهم واحده شمام وبينبهروا بطعمه، وبتقول انها تستخدم نوع احلى منه في المسابقه بكره. بعدها بيجي كازوما ياخد سوكينو علشان تشتري معاه الطلبات لان ما معهوش فلوس. تاني يوم الكل بيستعد للمسابقه وبيكون واضح جدا ان ميزونو هي اللي هتكسب. بيجي دور كازوما وبيستغربوا شكل الخبز بتاعه، بس لما المسؤول بيدوقه بينبهر وبيتحول لشكل شمام، وبيقول ان لاول مره حد يوصل لحل المشكله بتاعه الشمام. وبتتضايق ميزونو من حكمه، بس في النهايه بتضطر تقبل بيه وبترفض تنادي سوكينو باختي وبتمشي. بيجي دور كيوسيكي في الاختبار وبيكون ضد واحده مسنه، وبيكون مستعد ومتاكد انه هيهزمها بسهوله، لحد ما المدير بيحكي لها قصتها وانها المسؤوله عن تغذيه المدارس وبقالها 20 سنه بتعمل نفس الفطاير. ومش بس كده، ده عندها ايد الام ودي اقوى من ايد الشمس بكتير. بيتخيلها كيوسيكي وهي بتوريه قوه ايد الام، وبيخاف انه يخسر قدامها، بس بيدخل الاختبار وفي النهايه بيفوز، وبيتصدم ان ما عندهاش ايد الام ولا انها المسؤوله عن التغذيه. بس كانت بتحلم تنضم للمسابقه دي، وبيبارك له على نجاحه، وانها مكتفيه انها جربت المسابقه حتى لو خسرت في النهايه. بيروح كيوسيكي يتخانق مع المدير انه ضحك عليه بالشكل ده، وبيفهمه المدير ان ثقته الزياده كانت هتخسره. فبتيجي ميزونو وبتتحدى اختها سوكينو ان الكوالا اللي هو دراعها اليمين هيتحدى كازوما، ولو الكوالا خسر هي هتنسحب من المسابقه، لكن لو كازوما هو اللي خسر يبقى سوكينو هي اللي هتنسحب تماما من المسابقه. وبيمضوا عقد على كده. بتقول لهم سوكينو انها مش فارق معاها المسابقه وانها فخوره انها بقت مع ناس زيهم. بيجوا منافس كازوما الجاي وهو واحد وبيشجع الكوره وبيتخانق معاه انه من بلد الفريق المنافس، وبيفضل يضربه. كيوسيكي مش حاسس بيه وبيفكر بس ازاي يفوز في الجوله اللي جايه. بيعرفوا ان هو الخبز بتاع المنافسه الجايه وهو شبه المكرونه بالخضار واللحوم وبياكلوها في عيش. بيتصدموا ان كازوما ما يعرفش اي حاجه عنه، لانه كان متعود يعمل الخبز واخته تعمل المكرونه، وبياخدهم المدير لواحد مصارع وممتاز في المكرونه علشان يعلمهم. بيقول لهم ان المنافس بتاعهم واخد المركز الاول في تصنيعها لانه مشهور بصوص خاص بيه. بيعمل لهم طبق وبينبهروا بيه، ولما بيجي دورهم بيكون كيوسيكي شاطر في تصنيعها على عكس كازوما. بيفضل يتمرن والباقيين بيروحوا يستعدوا لمنافسه كيوسيكي برغم شكل المكرونه الجديده اللي بيعمله كيوسيكي، لانه بيفوز وبينبهر المسؤول بها جدا وبيهرب المنافس. بيحكي لهم انه كان بيعمل كده لاخواته علشان يعرفوا ياكلوها، وبيروح يسال المدرب على حاجه تخص كازوما. بعدها بيروحوا يطمنوا على كازوما ويلاقوه منهار وحاسس بالفشل، فبيضربوا كيوسيكي بالعيش وبيقول له انه شكله مش مهم، الاهم الطعم. كازوما ما بيفهمش قصده الا بعد فتره وبيفرح جدا، وبيجي يوم المسابقه وبيستعد وبيفضل يضرب العيش بالطاسه بطريقه غريبه لحد ما بيحاول شكله. وطبعا المدرب بينبهر بخبز الشاب الرياضي وبيرفض بتاع كازوما، لكن مع اصراره بيجربه وبينبهر بيه جدا، لكنه سافر لحبيبته وبيفوز كازوما. وبيفرح لما المدير بيقول ان كيوسيكي خد الاذن منه بتغيير شكل الخبز، وبيودعوا المنافس قبل ما يرجع بلده. واللي بيفوز في المسابقه المره دي هو الكوالا، تتحداهم ميزونو انه هيهزم كازوما. بيروح كيوسيكي يشجعه وبيقول له ان هزم صبرا يبقى كده هيهزم اي واحد. بيسمع صبرا وبيتخانق معاه، وبيتوقع المدير ان الكوالا هو شخص عارفه، وبيجري مدير المطعم بتاع المكرونه يضربه وبيشيل القناع من على وشه، بس بيلاقوا قناع تاني فبيهرب من الامن. بيتوقع المدير ان الكوالا هو مدير مطعم بيري، وده لانه الوحيد اللي عارف طريقه القتال دي لما كان بيتمرن معاه وهو مدير مطعم المكرونه. الاختبار اللي بعده بيكون عن خبز على شكل حيوان، فبيقول لهم ان مدير مطعم بيري واخد المركز الاول في صنع شكل التنين. وبتيجي فكره لكازوما وبيجري وبيقول لسوكينو تحصلوا علشان يشتروا الطلبات اللي هيحتاجها. بيشتروا كل حاجه ما عدا حاجه واحده، بيقول انها مهمه بس بما ان الوقت اتاخر فبيقرر يشتريها تاني يوم. وبيجري يدور عليها، وبتتصدم سوكينو انه هيعمل بالماده دي خبز. تتوقع انه هيخسر، بيتاخر على المسابقه كالعاده، بس المره دي ما بيتخصمش منه درجات. بيوصل الحكم الجديد وهو السيد ديفو، وده اشهر ذائق للاكل بس كبر في السن والحجم وبقى بيتحرك بونش ومعاه المساعده بتاعته. تبدا المنافسه وبيعمل الكوالا تنين شكله خطير. اما كازوما فبيكون لسه قدام الفرن وبيقول لسه شويه. بعدها بيطلع سلحفه بتنور المكان والكل بيتصدم من جمالها واحتفاظها بلونها. وبيجي وقت التحكيم وبيدوق ديفو التنين وبيصرخ، وبتكون دي طريقته في التعبير عن جمال الاكل. بيحقق التنين رقم قياسي، حتى المسؤول بيطير وبيلزق في السقف من روعة طعم الخبز بتاع التنين. وبعدها بيجي دور خبز السلحفاة وبيطلعها كازوما للمسؤول بالعصاية، ولما بياكلها هو وديفو بيصرخوا مع بعض. بيفضل المسؤول يلف ويطير وبيدوخ كازوما. بيحتاروا مين هيفوز. بيتكلم الكوالا وبيقول ان هو الخسران، وبيقولوا انه كان شغال في بنتازيا وكان مدير لفرع فيها، ودلوقتي لازم يعترف بهزيمته قدام موظف جديد يستحق انه ياخد التجربة وهو كازوما. وبينسحب وبيفوز كازوما. بيودعهم الكوالا وبيوصيهم على المديرة بتاعته
موزينو وبتوعده سوكينو إنها تهتم بيها لأنها أختها الصغيرة، وبتفتكر موقفهم الأخير مع بعض وبتتخانق معاه ميزونو وبتطرده وبيمشي وهو زعلان. بتفتكر أول يوم قابلها فيه وموقفهم مع بعض، وبعدها بتجري وراه وبتروح تعتذرله وبيقرروا يرجعوا يشتغلوا مع بعض. تاني يوم بيكون منافسة سوكينو مع أومينو، وبيتضايق إن سوكينو مش موجودة لأن وراها مشوار مهم، بس بيقرر إنه هيفوز في النهاية. بيراقبوا صبرا وبيجي واحد اسمه شيجرو وبيتكلموا عن مهارة كيوسيكي، برغم إنه مش موهوب زي كازوما لأنه بيحاول وأكيد هيبقى حاجة كبيرة في المستقبل. بيعمل كيوسيكي خبز على شكل سرطان البحر، أما أومينو بيعمل خبز على شكل واحدة، وبيزعلوا المسؤول إنه عامل خبز على شكل والدته. كله بيتصدم لما بيقولوا إنها مراته وإن عنده 31 سنة بس طوله قصير مش أكتر. بيفوز كيوسيكي لأن الخبز بتاعه عجب ديفو أكتر. بعدها بيروح شيجرو يتكلم مع واحدة اسمها يوكينو، بنعرف إنها أخت سوكينو الكبيرة والمسؤولة عن فرع فانتازيا الرئيسي. في الوقت ده بتروح سوكينو تشتري ورد وبتفتكر والدتها وبتروح تزور قبرها، وبيروحوا يطمنوا عليها وبيحكي لهم المدير إن والد سوكينو قابل والدتها واللي كانت خبازة في الفرع الرئيسي، وحبوا بعض واتجوزوا، وماتت من 4 سنين. أختها الكبيرة يوكينو خدت اللي باقي من قبر والدتها ورمته على شجرة، وعلشان كده سوكينو بتروح تزور الشجرة دي بدل قبر والدتها. وبتضايق كازوما وكيوسيكي جدا، بيقرروا ينتقموا منها وده بيشجعهم أكتر على الإصرار على الفوز. بتفرح سوكينو لما بتشوفهم وراها وبتحكي لوالدتها عنه. تاني يوم بيتكلموا عن المسؤول عن التحكيم وتصرفاته الغريبة، بيحكي لهم المدير عنه وإن أشطر واحد اتخرج من جامعة هارفارد وكان أصغر واحد يتخرج منها واشتغل في فانتازيا، لكنه بيتأثر جدا بالخبز الحلو وعاش يعمل دراسات عن نوع خميرة ما يتأثرش الخبز بطعمه. ده نفس البحث اللي بنشوف شيجيرو شغال عليه، وبتدعمه ماديا يوكينو وبتقول له يعمل اختراع يدمر أختها سوكينو واللي معاها، وتطلب منه الإنزيمات البروتينية ودي بتفكك العجينة ومستحيل تخليها متماسكة. فلما بيسألها عن السبب اللي هتستخدمه فيه بترفض تقول له وبتمشي. بيحاول كازوما يشجع كيوسيكي على الفوز في المنافسة اللي جاية قصاد شيجرو، لكنه خايف، فبتدي له سوكينو علبة خميرة مميزة وبتقول له انها تساعده. في يوم المسابقة بتروح يوكينو تتعرف على كيوسيكي وكازوما وبيفتكروا اللي عملته في والدة سوكينو، وبيتخانقوا معاها وبتمثل انها طيبة وبتمشي. بيروح شيجورو يتكلم مع المسؤول وبيعرفوا انه خلص بحث الخميرة اللي كان شغال فيه، وبينبهر المسؤول وبيوصل السيد ديفو وبتبدأ المنافسة. بنشوف ان يوكينو تعرف اللي وزع المواد واديته علبة تفكيك البروتينات يحطها مكان الخميرة بتاع كيوسيكي، ودخل العجينة بتاعته ما تتماسكش مهما حاول معاها. وبيفهم شيجيرو خطة يوكينو بس ما بيقدرش يتكلم. الكل بيستغرب اللي بيحصل مع كيوسيكي ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل، ويوكينو بتضحك بشكل هستيري وبتحاول تمسك نفسها. في الوقت ده شيجيرو بيخلص العجينة بتاعته بيقدمها للحكام وبينبهروا بشكلها وطعمها، خصوصا المسؤول اللي بترجعه لذكرياته مع حبيبته اللي ودعها لما سافر يدرس في هارفارد. طول الفترة دي بيحاول سوكينو يخلي العجينة متماسكة وبيفشل، بيقولوا ان بسبب الهواء، وبيطلب انهم يقللوا درجة الحرارة لحد ما الكل بيزهق من الحر وبيتخانقوا معاه وبيفضل يحاول لحد ما بينهار. بيفوق في المستشفى بعد ما اغمى عليه وبيطمن المدير ان عجينته ما كانتش طبيعية ويحققوا في الموضوع ان شيجيرو هو اللي فاز. اما كازوما بيكون منهار وخايف ان كيوسيكي يتأثر باللي حصل، تحاول سوكينو تهديه. على العكس يوكينو اللي بتتخانق مع شيجيرو وبتديله اوامر انه لازم يفوز في الجولة اللي جاية، بتتفاجئ بيه بيطلب منها ما تدخلش مرة تانية في المسابقة وتسيبه يفوز بنزاهة او تردش عليه. صبرا بيتخانق مع كازوما وبيقول له نتمرن كتير علشان يهزمه هو وكيوسيكي بعد ما هزموه اخر مرة، انه يستناه في المنافسة اللي جاية. وبينهار كازوما بيقول انه عاوز ينسحب، طمنه سوكينو انه يعمل اللي يريحه وهي مستحيل تزعل. كيوسيكي بيجي وبيقدر يقنعه، وبيقرر كازوما انه يعمل خبز اليابان. وبيقرر كازوما انه يعمل خبز اليابان 44. بتبدأ المنافسة بين صبرا وكازوما، وبيلاحظ صبرا قوة كازوما وبيحاول يتحداه أكتر، بيستخدم التلج علشان يبرد إيده، وبكده كل الحرارة تنتقل ليها، ويقدر يعمل عجينة أسرع وأقوى وكل واحد فيهم يعمل الخبز بتاعه. وبيكون صبرا فرحان ومتأكد إنه هيفوز المرة دي، وبيلاحظ هدوء كازوما خصوصا وبيدي الخبز للحكام. فجأة الكل بيصرخ لأن المسؤول وديفو أغمى عليهم، بيحسوا إنهم انتقلوا لمكان تاني زي الجنة. وبتقابلهم بنت هناك بتتعرف عليهم وبتكون شبه حبيبة المسؤول، يقول انه يعيش معاها للابد، بس بتقول ان الكل بيقول كده. وبتعرفوا انه واحد شبهه، وتعرفوا انه واحد شبه جدها جه فتره عندهم وبعدها رجع، وبيكون جد كازوما اللي عمل له خبز اليابان 44 قبل كده. في الوقت ده الكل بيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل، وبيتوقعوا موت المسؤول وديفو، وان كازوما حط لهم سم، وبيطلبوا الشرطه. كازوما بيقولوا انهم هيفوقوا كمان شويه، فعلا بيفوقوا بيعلنوا فوز كازوما. ولما صبرا بيتحدى المسؤول انه يعمل خبز زي بتاع كازوما،
بيطلب يجربه هو كمان، بس بيكتشفوا ان ديفو هرب بباقي الخبز، وبيطمنهم كازوما انه يعملوا تاني طالما معاه حجر بيتا لايت اللي بيخبز عليه واللي جده عمله له من التراب اللي جمعه من الكهف، وبيفهموا ان السر في الحجر. تروح يوكينو تتحدى اختها واللي معاها انهم هيتهزموا قدام شيجيرو، تاخده وبتمشي. بيفتكر شيجيرو كل المرات اللي فاز فيها كازوما، وبيروحوا الطاووس يعتذر لكازوما عن شكه فيه اللي قتلهم، ويبلغ كيوسيكي ان نتيجة التحقيق ظهرت واللي بدل الخميرة هرب، بس هيوصلوا له، بس هو لازم يستعد علشان منافسة المركز الثالث اللي عملوها السنة دي مخصوص علشانه، وفيها مكافأة كبيرة، وبيتحمس جدا وبيقرر انه يستغلها كويس لانها قصاد صبرا. برغم خوف الكل من الهزيمة، بس المدير بيطمنهم انهم هيكسبوا لانهم بيثقوا ببعض، وبيبقى كيوسيكي مكان يتمرن فيه، ويروح كازوما يجيب حجر بيتا لايت اللي نسيه في الفرن. في الوقت ده بتكون يوكينو بتوصي شيجيرو انه يفوز، لا ما تتدخلش في شغله، وبعد ما بيمشي بتاخد حجر بيتا لايت وبتروح بيه مكان بعيد وبتكسره، وبعدها بتودي التراب للاطفال يلعبوا بيه. بيرجع كازوما زعلان لانه اختفى، والامن قال له ان واحده طويله خرجت بيه، وبيشكوا في يوكينو. كيوسيكي بيوصل مكان التدريب وبتقابله واحده هناك وبتقول له يعترف بالجرائم اللي عملها، بتفضل تجبره لحد ما بيعترف باليوم اللي باظ فيه عجينه كازوما. بتزعله وبتقول له انه مجرم، وبينهار وبيسالها عن المدرب، فبتقول له انه مات من فتره، وقبل ما يمشي بتقول انها بنت المدرب وهي اللي هتمرنه، وبتبدا معاه تمرينات قاسيه. في الوقت ده بيكون كازوما بيستعد للمنافسه، وبيحكي لكيوسيكي عن عيلته، ورغم اختفاء الجرس بس هو يقدر يعمل خبز حلو من غيره، وهو خبز اليابان 60. في نفس الوقت ده بيكون شيجيرو بيكمل ابحاثه على نوع نادر من الخميره، والموظفه كالعاده متضايقه انها شغاله لوحدها. في يوم المسابقه الكل بيستغرب ان شيجيرو بيحط ميه اكتر من الدقيق، وبيتوقع ان العجينه هتبوظ، بس بيتصدموا ان كازوما بيغسل العجينه تحت الميه، والكل بيزعق له شغال غلط، بس هو بيكمل للنهايه. بتراقب يوكينو كل ده وهي فرحانه، وواحد كمان شعره شبه المدير بيراقبهم، بس انه لما بيتكلم معاهم وما بيقدروش يعرفوا ان كيوسيكي. كازوما بيعمل عجينه جديده وبيتوقع ان الاولى باظت، بيكمل شيجيرو عجينه اللي بتتمدد، لكن بيتصدم لما بيلاقي عجينه كازوما بتتمدد اكتر. وفي وقت التحكيم بينبهروا بالخبز بتاع شيجيرو لدرجه ان ريش الطاووس بيظهر، ودي اعلى درجه، لكن خبز كازوما بيتصدموا من جمال طعمه، والطاووس بيظهر بنفسه وبيهرب. دي اول مره يحصل كده، وبيفوز كازوما كالعاده، والطيور بتطير حواليه في كل مكان، وبيعترض شيجيرو وبيشرحوا له فكره كازوما وبينبهروا بيها. كيوسيكي يبارك له وبيخاف كازوما من شكله الجديد، الكل بيروح يهني كازوما، اما يوكينو فبتنهار. بيفتكر شيجيرو تهديد يوكينو ليه انه لو خسر هتفجر المختبر بتاعه اللي فيه كل ابحاثه، وبيجري يمنعها، بس للاسف بيكون ضغطت الزرار اللي معاها والمكان كله اتفجر، وبينهار من اللي حصل وبيضحك بشكل هستيري. وبيروح المسؤول يطمن عليه، فبيقول له ان دي نهايه الطمع، ويشتغل مع ناس كل همها الفلوس وبس. اما كازوما فالكل بيحتفل بيه، وبيحكي لهم كيوسيكي اللي حصل له، وازاي بنت المدرب علمته بطريقه صعبه جدا في انه يضطر يغير شعره لشكل المدير. بيجي دور صبرا ضد كيوسيكي، والكل بيستغرب من الطريقه اللي بيستخدمها كيوسيكي، فده بيحمسه اكتر انه يفوز، بس بيتصدم ان صبرا بيسبقه وبيخلص قبله. بيجري يخلص بسرعه، وبيروح يستفز صبرا اللي بيقول له يركز مع الخبز بتاعه بدل ما يتحرق بجد المره دي، فبيرد عليه كيوسيكي بثقه ان الخبز بتاعه لما يستوي هيغني. الكل بيتصدم من صوت الموسيقى اللي بتظهر، وبيتوقع ان كيوسيكي هو اللي بيغني. بيصدموا من شكل خبز صبرا اللي شبه الافعى اللي بتتحرك، وبيصمم المسؤول انه يجربه اول واحد، بس صبرا بيفتكر كلامه في منافسته مع كازوما وبيرفض، فبيدوه غصب عنه وبيلاقوه بيرقص. بيوريهم كيوسيكي ان الخبز هو اللي بيغني، وبينبهروا بطعمه، خصوصا المسؤول اللي بيفكروا بذكرياته القديمه مع اصحابه في الجامعه. في النهايه بيقرر فوز الاثنين. صبرا بيشرح له كيوسيكي فكره العجينه بتاعته، فبينبهر بذكائه. بيجي وقت توزيع الجوائز، الاول بيكون كازوما والتاني هو شوجيرو، ودول بياخدوا فلوس ومنحه دراسيه في فرنسا. اما المركز الثالث فبيتقسم بين كيوسيكي وصبرا، بيتخانقوا على الفلوس اللي اتقسمت بينهم، بس شيجرو بيتنازل بالمنحه. شيجرو بيتنازل عن المنحه بتاعته لكيوسيكي لانه درسها قبل كده. كمان بيرفض انه ينضم للمخبز الرئيسي هو وصبرا وكازوما، وبيطلب كيوسيكي انه ينضم، وطلبه بيتقبل وهينتقلوا بعد اسبوع. كلم الطاووس مع جد سوكينو ان احفاده الثلاثه انضموا للمسابقه، الفائز الاول والثالث كانوا من عندها، اما الثاني برغم انه كان من الفرع الرئيسي مع يوكينو لانه طلب ينتقل مع سوكينو، وده معناه انها الافضل في اخواتها. بتروح يوكينو تمثل كالعاده على جدها، وبتقول ان دي خدعه من اختها الوحشه المغروره سوكينو علشان تشوه صورتها قدامه، وكالعاده الجد بيصدقها. لما بيواجهها الطاووس باللي عملته في عجينه كيوسيكي بتنكر، وبتقول انها لو لقت اللي عمل كده اكيد هتبلغه فورا لانها خايفه منه، لكنها بتفكر في نفس الوقت انها لو وصلت له هتدمره تماما. بيزعل المدير لسوكينو كازوما وكيوسيكي عن اهمالهم وكلامهم وقت الشغل، وبيرميهم بره، وبيقول لهم ان كده مخبز بيري هيفضل متفوق عليهم. بيحكي لهم حكايه صاحب مخبز بيري اللي عاش في فرنسا واتجوز وخلف ولد وبنت هناك منهم الطاووس.
بعدها رجع اليابان بلده فترة، وبعدها جه طوكيو وعمل المخبز ده، وحلمه الوحيد انه يعمل خبز يحب كل اليابانيين، وانه حتى مش عارف ولاد الطاووس، والطاووس رافض انه يروح يقابله او يشتغل معاه بعد ما رماه هو واخته ووالدته، وده سبب القناع اللي على وشه. بيفتكر كازوما انها شبه قصة الراجل اللي عمله الخبز علمه الخبز وبيتمنى يقابله. تاني يوم بيتفاجئ كيوسيكي بآلة الرز شغالة، وبيقول أخيرا هياكل رز. بتصدم إن عيش جديد بتاع كازوما ومسميه خبز اليابان 2. بيجي طفل يطلب خبز اليابان 57 المجاني، وبيتضايق إنه خلص، وبيعرض عليه كازوما يدوق خبز اليابان 2، بس كيوسيكي بيرفض، لكن الطفل بيوافق وبينبهر بيه جدا. حتى كيوسيكي لما بيدوقه بينبهر بيه، وأكن آلة الرز اشتغلت كلها في دماغه، وبيقول كازوما للطفل إن أول مرة عمل فيها خبز كان قده وهو يقدر يعمله، خصوصا خبز اليابان 2، وبيشرح له المقادير والطريقة. بيروح كيوسيكي الشغل للفرع الرئيسي، وبيتصدم من شكل الفطار الحلو وأوضته الكبيرة والمكان المخصص ليه لوحده وللشغل، على عكس مكانه القديم وخناقه دايما مع كازوما. أما شيجرو فبيبدأ شغله مع كازوما وبيعمل خطة يضربوا بيها الطلاب، وهي أكل صحي ويساعد في تخفيف الوزن علشان البنات، بس بيفشلوا في عمل العجينة. بيقول كازوما إن عنده حل، وهي عجينة اليابان 15، وبينبهروا بفكرتها وبيقرروا يعملوها. يوكينو بتراقبهم من مخبز بيري هي وصاحب المخبز، واللي هو نفس الشخص اللي علم كازوما الخبز، وبنعرف انهم مشتركين مع بعض وبيجهزوا خطة لتدمير مخبز فانتازيا اللي بتديره سوكينو ده، خصوصا بعد الخبز الجديد اللي عملوه واللي جذب الكل ليهم. وبيتكلم المدير شيجيرو عن سبب انضمامه ليهم، واللي اكيد وراه سر، فبيحكي له عن مسابقة في فرنسا الخبازين لعالم اسمها موناكو، واللي هيفوز فيها هياخد 10 مليار، وده هيساعده جدا في ابحاثه بدل ما يدور على حد يساعده، وعلشان كده انضم لهم. اسمهم كيسيكو اللي رجع شعره زي الاول، ودي كانت باروكا لان المدربه كانت قصت شعره كله. فبيجمعهم شيجيرو ويحكي لهم خطته، والكل بيوافق عليها. بتستدعي يوكينو 3 من اشهر الخبازين، وبتطلب منهم يساعدوها ويعملوا خبز زي بتاع مخبز فانتازيا اللي بتديره اختها. بتحكي لهم ان اختها سرقت منها الفكره زي ما دايما كانت بتبهدلها وبتظلمها، ودمرت قبر والدتها زمان، وبتمثل عليهم لحد ما بيصدقوها. كله بيتصدم من اللي بيحصل تاني يوم لما الخبازين بيطلعوا على التلفزيون وبيقولوا انهم اصحاب الفكره، وان مخبز فانتازيا سرقها منهم. بيتضايقوا جدا، خصوصا ان الزباين خايفه تدخل عندهم، وبيدوروا على حل، وكالعاده الحل عند كازوما اللي بيقرر يعمل خبز اليابان 56. كله بيفرح وبيساعدوه، حتى كيوسيكي بيديله الماده المشبعه واللي كان والده بيستخدمها دايما في تحضير الخبز ليهم وهم صغيرين. بيقرر كازوما يستخدمها ويعمل خبز اسود، وبيروحوا بيه المخبز بيري، وبيتخانق معاهم الخبازين خصوصا مع سوكينو. بيعرض عليهم كازوما الخبز بتاعه. لما بيجربوه بيشوفوا حقيقة يوكينو، بيعرفوا انها خدعتهم وان سوكينو هي الطيبة، وبيعتذروا لها. بيحكي لهم كازوما واللي معاه الطريقة اللي عملوا بيها الخبز وازاي عملوه بالخزيران علشان يساعدهم في عملية الهضم. بتنهار يوكينو تاني يوم لما الثلاثة الخبازين بيقدموا استقالتهم، ومخبز فانتازيا بيتملي مرة تانية بالزباين، وبيفرح الطاووس لما بيعرف باللي حصل. الكل بيستعد تاني يوم لرحلة فرنسا، وبتقرر سوكينو انها تروح معاهم. وكالعادة بيتخانق المسؤول مع كيوسيكي لانه بيناديله باسمه، بيشرح له سبب المسابقة وانهم ما كانوش هيشاركوا السنة دي بسبب خسارتهم كل سنة، بس لما شافوا مستواهم السنة دي قرروا يشاركوا. بعدها بيتخانق كيوسيكي مع سوبرا والطاووس، بيدخل الخناقة وبتزعلهم المضيفة. الكل بيهدى وبيفرحوا لما بينزلوا من الطيارة وهم فرحانين جدا، لكن في بنت بتشوفهم وبتروح تخبط في كيوسيكي وبتعتذر انه بالغلط، بس بعدها بيتصدم لما بيلاقي محفظته اتسرقت. بيقرروا يكملوا طريقهم وبيروحوا المعهد علشان يبتدوا التدريب. بتقابلهم نفس البنت وبيعتذروا عن التأخير علشان محفظة كيوسيكي ضاعت، فبتديله المحفظة وبتصدم انها هي اللي سرقتها، بتقوله ان دي طريقة ترحيب بيهم وانها عرفتهم من الطاووس بتاع اخوها، وبتصدموا انها اخت الطاووس واسمها صوفي. تاخدهم تعرفهم على المكان، بتعرفهم انواع الخبز المختلفة عندهم، وبعدها بتعلمهم ازاي يعملوه. بيسألها صبرا لو المخبز بتاعها كويس وفيه انواع مختلفة يبقى ليه الزباين فيه قليلة جدا. بتوريهم المخبز اللي قدامها واللي اسمه كايسر، واكبر واشهر مخبز في فرنسا، قرروا انهم يهزموه. بس لما بيعرفوا ان كل خبازين المخبز بتاع كايسر عندهم ايد ذهبيه بيتصدموا، بس بيقرروا يروحوا يقابلوهم. بيصدموا بواحد لابس منقار بيقولوا ان اسمه ادوارد، هو الابن الثالث لكايسر صاحب المخبز، وبيرحب بيهم بنفسه. بتتضايق صوفي وبتخاف ياخدهم منها زي ما عمل السنه اللي فاتت. المسؤول بيطمنها ان الفريق ده مستحيل يغدر بيها. بيقولوا كلهم مع ادوارد، وبيقول لهم انهم هيقابلوا اخواته الاثنين جران وبوب. بتنمر كيوسيكي عليهم ان الاداره اقارب، بيقول ادوارد انهم اعداء لكنهم مسكوا الاداره مع بعض وقرروا يبقوا اخوات علشان ينجحوا. يدخلوا يشوفوا اخواته وبيتصدموا انهم فوق بعض، بوب تحت وجران فوق بشكل مرعب. بيرحبوا بيهم بخبز، بينبهروا كلهم بطعمه. وبتصدم صوفي لما بتعرف ان ايدهم مش ذهبيه لكنهم بيملكوا الايد السحريه، ودي اعلى رتبه في مهارات الايدين
اللي بتخلي الصوابع بتتحرك بطريقة غريبة، وبتصدموا كلهم لما بيلاقوا ان ايدهم بتتحرك بنفس الطريقة ومفيش حد قادر يوقف نفسه. بتبدأ صوفي أخت الطاووس تعلم كازوما وكيوسوكي وصبرا ازاي يعملوا الخبز الفرنسي، وبيفضلوا كده لمدة شهر. بالليل بيروح الكل ينام وبيسمع كيوسيكي صوت غريب من الصندوق اللي شيجرو اداهوله في طوكيو. بيلاقي فيه موبايل، ولما بيرد بيلاقي شيجرو يطمن عليه بعد ما خلص فترة التدريب. بيقول له كيوسيكي آخر الأخبار. تاني يوم بيتجمع الفريق كله وبيروحوا لمكان مسابقة موناكو وقصر ضخم. بعدها بيرجعوا يعملوا خبز على شكل إنسان بيفكر، بس كيوسيكي بيشيله وبيوقعه عن قصد وبيمثل إنه زعلان، فبيقرروا يكملوا المسابقة بخبز بنفس الشكل وبيستخدموا كيوسيكي كتمثال للخبز. دي كانت خطة شيجرو اللي اتفق مع كيوسيكي عليها، لأنه عارف إنهم هيعملوا تمثال صغير جدا على قد مهارتهم، لكن التمثال العملاق ده هيزود فرصة مشاركتهم في المسابقة العالمية. بتوصل واحدة من الأميرات علشان تتفرج على العرض، وبيتعب كيوسيكي بعد 3 ساعات على نفس الوضع، ما بيقدرش يستحمل وبينفجر وبيفوزوا في المسابقة بعد ما حققوا أعلى نسبة مشاهدة. وبيتفق مع شيجرو على الخطة الجاية، وبينزل كيوسيكي وهو فرحان بفوزهم، بس بيتخانقوا معاه وبيتصدم لما بيعرف إن بسبب تصرفه خسروا نقطتين من المسابقة. تاني يوم الكل بيستعد للإعلان عن المشتركين في المسابقة، وأولهم كايسر اللي فاز بالبطولة دي السنة اللي فاتت. بيرحبوا بكل الفرق ما عدا الفريق الياباني، بيتريقوا عليهم بعد اللي حصل من كيوسيكي، فبيتخانق صبرا معاه. وبعدها بيبدأ الحكم بيرو وهو المهرج إنه يشرح قواعد المسابقة. بيختاروا المكونات اللي هيستخدموها وبيستعدوا لصناعة خبز الجولة الأولى. والمشكلة إن الفريق الياباني بيختار بالغلط كل المكونات بيض، والكل بيكون منهار لأنه مستحيل يعملوا خبز بالبيض، ما عدا كازوما هو الوحيد اللي فرحان وبيقول لهم إن الحل في خبز اليابان 21 وده مش هيحتاج فيه لا ملح ولا سكر. كلهم محبطين ومش فاهمين حاجة. حتى شيجرو والمدير سوكينو بيتفرجوا على البث المباشر وهم محبطين ومتأكدين إنهم خسروا من أول جولة. وبينادي كازوما على بيرو وبيطلب منه نوع دقيق معين، فبيوافق وبيختار كازوما النوع اللي محتاجه، وبيبدأ في تحضير الخبز. وصبرا وكيوسيكي بيساعدوه وهم مش فاهمين أي حاجة ولا هو بيعمل إيه حتى. وبيجي وقت التقييم وبينتشر بيرو في كل مكان وبيبدأ التقييم، وبيجي دور الفريق الياباني. الكل بيتوقع هزيمة الفريق الياباني، ومجرد ما بيرو بياكل من خبز اليابان 21 بيحكي قصة حياته وإن أهله سابوه في سيرك زمان، وصاحب السيرك اهتم بيه وشغله معاه وهو اللي سماه بيرو، وفضل يدور على أهله طول الوقت. وكان متوقع إنهم هيرجعوا للسيرك ويوصلوا له، بس للأسف ما رجعوش. فقرر إنه يبقى مهرج عالمي كده يسافر أماكن مختلفة يمكن يقدر يوصل لهم. متفق مع المدير على كده وسافروا أول مرة لليابان، بس للأسف ما حققوش مشاهدة فخسروا كل فلوسهم. وقتها قرر إنه يتمرن أكتر وإنه لازم ينجح، وبيعلن فوز اليابان لأنهم رجعوه للماضي من قطمة واحدة بس. وبيتصدم إن الكل ساب بسبب حكايته الطويلة والمملة، وبيتضايق الكايسر واخواته بيحسوا إن اليابان طلعت عدو قوي ليهم. بعدها بيسألوا كازوما ازاي عرف الدقيق ده، فبيحكي لهم ان بعد تحديه مع شيجرو لما استخدم نوع دقيق مختلف قرر يذاكر باقي انواع الدقيق، وعرف ان النوع ده فيه ملح وسكر فقرر يستخدمه. وبرغم ان الفريق كله فاز، بس صوبرا لسه حاسس بالفشل قصاد كازوما وبيقرر يجتهد اكتر ولازم يفوز عليه. بيروح ادوارد يتحداهم، فبيقبل صوبرا التحدي وبيبدأ اختيار مكونات الجولة التانية، وبيختار صوبرا قطع ذهبية كتير على عكس ادوارد. وبيتصدموا لما بيعرفوا ان القطع الذهبية مكتوب عليها المكونات ولازم يستخدموها كاملة، وبيفهموا ان ادوارد كان عارف شروط المسابقة. وكده في حد من المسؤولين بيتعاون معاه. بيتضايق كيوسيكي، بس كوريان بيهديه وبيفهموا ان المنافسة دي على ارض فرنسا، فمستحيل يقبلوا بهزيمة فريقهم من اول جولة مهما حصل، وطبيعي يكون متسرب لهم جزء من المعلومات. وبيطمنوا صوبرا انه هيفوز. تبدأ المنافسة وصوبرا معاه كميات كبيرة جدا من المكونات. بيتريق عليه ادوارد، فبيفتكر صوبرا ازاي اتمرن بعد ما خسر قصاد كازوما، وبيقولوا انه هيفوز في المنافسة دي بسهولة مهما كان عدد المكونات. ويبدأ كل واحد يحضر الخبز بتاعه، والأغلبية بيخلصوا ما عدا صوبرا لسه قدامه مكونات كتيرة جدا. بيحاول كيوسيكي يساعده، بس كازوما بيرفض وبيقول له انهم لازم يثقوا فيه وانه اكيد هيفوز. يبدأ بيرو في تقييم الكل وبيدي لادوارد النهاية، وبيجي دور صوبرا. هو بيتصدم بيرو من طعمه، بيكون رد فعله انه يكمل لهم حكايته وازاي بقى مشهور، والكل بيجي يتصور معاه من كل مكان. بس كان حزين دايما لسه موصلش لأهله، لحد ما قابل بنته حبها بس انفصلوا لما جاله عرض يشتغل في أمريكا. هي رفضت تسافر معاه. وبيعلن بقى فوز اليابان، وبيعترض ادوارد وبيرو وبيشرح له الطريقة، وبيفرح كيوسيكي وكازوما جدا. في الجولة الثالثة الكل بيستعد وبيعلنوا عن الفريق اللي هتنافس. الفرق اللي هتنافس في المرحلة دي. الكل بيتصدم بشكل الكايسر الجديد بعد ما اتحد الاخوات الثلاثة في نفس الجسم.
بيتحدوا كازوما وفريقه مرة تانية، وبعدها بيتخانق الإخوات مع إدوارد إنه خسر. بيروح كازوما يسلم على شاجهيكو اللي اتنافس معاه قبل كده في فانتازيا، ودلوقتي بيشارك مع فريق أمريكا، واللي بعته هو مخبز بيري وبالتحديد يوكينو صاحب مخبز فانتازيا. والكل بيتصدم من المعلومات دي، وبيقول شاجهيكو إن سبب موافقته على العرض ده إنه عاوز يواجه كازوما مرة تانية، بس المرة دي متأكد إنه هيفوز لأنه استعد كويس قوي، بيتحمس الاتنين وبيودعوا بعض. بيروح كيوسيكي يبلغ شيجرو باللي حصل وبيديله التعليمات الجديدة، وهو متأكد إن يوكينو بتعمل كده علشان تحطمه. فعلا بنشوفها وهي بتتكلم مع صاحب مخابز بيري، وبيتفقوا على تكملة خطة تحطيم كازوما واللي معاه. بيعلن تخفيضات 70% على كل المنتجات علشان مخبز فانتازيا الغربي بتاع سوكينو يخسر، لأنهم دفعوا كل فلوسهم في المسابقة. فعلا تاني يوم بيتصدموا إن مفيش زباين، وبيقرروا يجذبوا الزباين بإنهم يعملوا الخبز قدامهم، وبتقدر الموظفة اللي موجودة إنها تعمل كل حاجة لوحدها بشكل مبهر، وحتى الطعم بيكون قريب جدا لأنه ممتاز في التقليد. أما في مسابقة موناكو فبيعلن بيرو عن المسابقة الجديدة بخبز السرعة، ويختار أسرع 8 دول. وبيتحمس الفريق الياباني وبيبدأوا يتصدموا لما بيرو بيقول لهم على الوقت، وبيكون قليل جدا. وبيتخانق كيوسيكي مع القيصر، لكن كازوما بيروح يسأل بيرو على حاجة وبيفرح لما بيوافق عليها. وبيتراقب يوكينو وصاحب مخابز بيري اللي بيحصل، ولما بيشوف طلب كازوما بيقرر يحضر المسابقة بنفسه. بيرفض بيرو خبز بريطانيا، وبيجي دور أمريكا بيوافق عليه، وبيكون كيوسيكي محبط وحاسس انهم خلاص اتهزموا، ومش فاهم كازوما بيعمل ايه في الفرن الكهرباء اللي طلبه من بيرو. وفي الوقت ده بتسلم باقي الدول الخبز بتاعهم، ومنهم فرنسا واللي بتنجح كالعادة. بيفوز كمان الصين ومصر والدنمارك، وخلاص فاضل دولة واحدة. وفجأة بيقول كازوما ان خبز اليابان 3 جاهز. بيجري بيه كيوسيكي وسوبرا، وبيستعد بيرو للتقييم، وبيكسر الفرن لانه بيكره الميكروويف وفرن الكهرباء. بس كازوما بيصمم انه يدوق الخبز قبل ما يحكم. فعلا بمجرد ما بيدوق بيرجع للماضي، بيكمل حكايته من وقت ما ودع حبيبته وركب الطيارة وقصة كرهه للميكروويف. وبيتدخل شاكهيكو وبيوقف القصة. في النهاية بيعلن بيرو فوز فريق اليابان، وبيروح كازوما يشكر شاكهيكو. بيراقب صاحب مخبز بيري كل ده وهو في الطيارة وفي طريقه للمسابقة. بيوصل صاحب مخبز بيري وبيقابل المسؤول عن المسابقة، وبيقول له يدمر الفريق الياباني ويضايق الكل لحد ما يفوز الفريق الفرنسي والأمريكي. وقتها الفريق الأمريكي ينسحب في النهائيات ويفوز الفريق الفرنسي، وده عرض مغري بدل ما فرنسا تخسر على أرضها. وبيهددوا لتنفيذ المطلوب مقابل منصبه، فبيضطر يوافق. الكل بيستعد للمنافسة الجاية، وبيتفاجئوا إنها في جزيرة بعيدة، وبيوزعهم بيرو في أماكنهم. والمفاجأة إن الفريق الياباني بيكون لوحده في آخر الجزيرة، وبيتخانق معاه كيوسيكي وبيسأله عن سبب تغيير مكان المسابقة، فبيقولوا إنها أوامر ومفاجأة من المدير. بيوصلوا للجزيرة ومعهم دقيق وشارة ضوئية يستخدموها لما يخلصوا. في البداية بيصطادوا سمك ياكلوه، بس المية بتغرقهم، فبيقرروا يروحوا مكان تاني وبيعوموا، لكن بتحصل دوامة بتسحب كيوسيكي. وبيجري كازوما يجيبه، وبيحاول سوبرا يمنعه بس بيفشل. في النهاية بيقدر كازوما ينقذ كيوسيكي وهو بيختفي، فبيتخانق كيوسيكي مع سوبرا انه ساب كازوما يغرق. بيقول ان الاهم الدقيق، وكازوما اكيد هيعرف يخرج. وبينهاروا هما الاتنين، بس بعدها بيكملوا طريقهم، مبياخدوش بالهم من كازوما اللي خرج ومدفون تحت الرمال وعاوز حد يساعده. لما بيفوق بيلاقي ان الفريق المصري انقذه، وبيعرفوه بنفسهم وبيفهموه انهم عالجوه باستخدام الهرم. اما كيوسيكي وسوبرا فبيكملوا طريقهم في البحث عن باقي المكونات في الغابة. في الوقت ده بيدي صاحب مخبز بيري اوامر للمسؤول عن المسابقة بقتل الفريق الياباني، ولكنها حادثة. فبيبلغ قيصر اللي واخد مكان مميز في الجزيرة انه يخلص الخبز ويحرق الجزيرة. وفعلا بيعملوا كده، وبتحاصر كيوسيكي وسوبرا في النار. بيوصل الهرم من الفريق المصري وبينقذهم بمساعدة كازوما، وبيفرحوا جدا انه لسه عايش. بيحكي لهم الفريق المصري انهم فريق سري موجود لحماية فرق المسابقة، وانهم متأكدين ان المدير بيحاول يقضي عليهم، وبيحصل غش في المسابقة، وهم دلوقتي بيدوروا على دليل. بيكون الفريق الياباني محبط ان خلاص الغابة اتحرقت، فما فيش مواد يعملوا منها الخبز. لكن كازوما ما بيستسلمش، وبيقدر يجمع المكونات، حتى السكر بياخده من جذور شجر الجوز. وفي آخر يوم للمسابقة بيبعتوا إشارة وبيروحوا يجيبوهم، ويقدموا خبز اليابان 9 لبيرو. هو بينبهر بيه وبيرجعه للماضي كالعادة، وبيحكي له امبارح حكايته واللي حصل له لما وصل أمريكا، وإزاي ما قدرش يوصل لأهله برغم شهرته الكبيرة. وقرر إنه يتمرن أكتر ويعمل عرض أسطوري، لكن للأسف تعب يوم العرض بسبب الضغط على نفسه في التمارين، لحد ما جه دكتور كيدو وقدر يعالجه. وفي النهاية بيخلص رد فعله، وبيعلن فوز الفريق الياباني اللي بيغمى عليهم بسبب ضربة الشمس، وبيروحوا المستشفى.
بيقدر الهرم يلاقي الدليل أخيرا، وهو اللاسلكي اللي الفريق الفرنسي استخدمه للتواصل مع مدير المسابقة. وفي المستشفى بيحكي لهم كازوما إن جده اللي حكى له عن سر عصير شجرة الجوز، وبيروح بيرو يزورهم وبيقول لهم إنه شاكك إن في حد عاوز يخلص منهم، لأن المدير لغى الاختبار اللي كان في الجزيرة. واعتبر إن الحريق اللي حصل سبب أزمة لبعض الدول وما قدرتش تخلص في ميعادها، وقرروا يعملوا اختبار جديد. بيقول لهم بيرو إنه متعاطف معاهم بس مفيش حل، وبرغم إن الكل متضايقين بس بيضطروا يوافقوا. بيحكي المسؤول عن المسابقة عن خطته الجديدة، وإنه هيحبس الفريق الياباني في كهف على عمق 1500 متر، وباقي الفرق هتروح عند النهر يكملوا المسابقة. فعلا بيعملوا كده، بيكونوا متفقين مع اللي هينزلوا الفريق الياباني من الطيارة إنهم يرموهم في اتجاه الكهف، وصبرا بيخاف من المرتفعات وبيغمى عليه، وبيتصدموا إن الفريق اللي معاهم بيرميهم وبيسيبهم. بيفتحوا بسرعة المظلة بس بيتصدموا إن صبرا لسه مغمى عليه، وبيقع بسرعة كبيرة وبيحاولوا يفوقوه بس للأسف مفيش أي حركة منه. بيلاحظ بيرو اتجاههم المختلف وبينزل بسرعة وبينقذوا، بس بيقعوا كلهم في الكهف وبيحاولوا يدوروا على أي مخرج، بس للأسف مفيش حد ما كازوما بيشوف طريق في الجبل وبيقول لهم عليه. بيطمنهم بيرو إن كل مكونات أعداد الخبز معاه. بيكملوا طريقهم في الكهف لحد ما بيوصلوا عند شلال في الجبل، وبيفكروا يسبحوا يخرجوا، بس للأسف بيرو بيقول لهم إن المسافات مختلفة ومستحيل يخرجوا. لما بيشوفوا سمك بيقرروا يستغلوه ويعملوا خبز المسابقة. يوعدهم بيرو إنهم لو عملوا الخبز المسابقة وعجبه هيستخدم مهارته ويغوص ويخرج ويطلب المساعدة، فبيتحمسوا جدا. بس للأسف بيرو كان بيقول كده لما شافهم محبطين، لكنه في الحقيقة ما بيعرفش يعوم ومتأكد إنه هيموت، بيحاول بس يأخر موته شوية. فعلا بيصطادوا السمك وبيحضروا للخبز، بس للأسف بيكون طعمه وحش ومش مناسب. بيقرر كازوما إنه يعمل خبز الياباني 22، وده بيكون لأي نوع سمك. بيحاول بيرو يعطله، بس كازوما بيكون متحمس والكل بيساعده وبيقدر يجهزه، وبيكتب له بيرو لغز صعب جدا وبيقول له إن إجابة اللغز ده هو موافقته أو رفضه للخبز. بيعمل كل ده علشان يأخرهم، يمكن تيجي مساعدة وما يضطرش يعوم. وبيتصدم لما كازوما بيحل اللغز بمنتهى البساطة، والكل بيتفاجئ بذكائه، وبيعرفوا إنه مش بس مميز في الخبز، ده كمان عبقري في الحسابات والألغاز. وبيضطر بيرو إنه ينط في الشلال بعد ما بيترجوه، وبيشرح له كازوما طريقة الخبز قبل ما ينط. بيحلم بيرو بعيلته إنه بيلعب معاهم على الشط، وبيتصدم إنه ما ماتش وعايش يتنفس تحت المية، وده بسبب خبز كازوما اللي عمله من السمك اللي عايش في الكهف. وبكده بيقدر يعوم لحد ما يخرج للشط أخيرا. بيقدروا ينقذوا كازوما وصبرا وكيوسيكي، وبيقابلهم الفريق المصري، وبيوصل ملك غابة موناكو وهو الأسد، وبيعرفوا منهم عرفوا اللي بيحاول يتخلص منهم، وهو كان المسؤول عن المسابقة بس هرب وأكيد هيقبضوا عليه. بيوعدوا إن المسابقة هتكمل بنزاهة وإنهم هيكونوا تحت حمايته. بيقرر روبير يعلن اللي فازوا وهم فرنسا والصين وأمريكا واليابان. وبتوصل الأخبار ليوكينو، بتكمل اتفاقها مع صاحب مخبز بيري وبيوعدها إنه هيقضي عليهم. كل بيستعد للجولة الجديدة، وبيعرفوا إن الخبز المطلوب كل واحد في الفريق هيعمل نوع مختلف ويكون صحي ومناسب للرياضيين في سباق السيارات. والكل بيتصدم لما بيعرف إنهم هينافسوا في فرنسا. بيقرروا يتمرنوا أكتر ويروحوا القصر ياخدوا كل اللي ناقصهم، وبيروحوا الهرم يسأل صوفي أخت الطاووس عن والدها، تحكي له إنهم كانوا عايشين في فرنسا لحد ما قرر والدها يتخلى عنهم ويروح اليابان، وعاشوا لوحدهم مع والدتهم لحد ما تعبت وماتت. واستنوا كتير، ولما جه كان معاه خبز وما كانوا جعانين جدا، وسألهم لو عملتوا خبز حلو مين اللي هيدوق الأول؟ فبيرد الطاووس أكيد ولادك. بس والده بيقول له إن الخبز الحلو لازم أنت أول واحد تدوقه. بياكل الخبز اللي جاي معاه وبيسيب ولاده جعانين وبيمشي. ودي آخر مرة شافوه فيها، وبتنهار وبتقول إنها مستحيل تسامحه. أما كازوما وفريقه فبيوصلوا القصر وبيرحب بيهم الملك، وقبل ما ياخدوا المكونات بيسألهم لو عملت خبز حلو مين أول حد هيدوقه؟ بيرد كازوما بيقول أكيد أنا. فبيسمح لهم الملك ياخدوا اللي محتاجينه، وبينبهروا بالمكونات اللي موجودة. ولما بيرجعوا بيحكوا اللي حصل، وبتتصدم صوفي والموجودين، وبيفهموا إنه صاحب مخبز بيري واللي هو والد صوفي متعاون مع ملك موناكو. بيقرروا إنهم يفوزوا في المسابقة ويهزموه بأي شكل. بيقرر كازوما إنه يعمل خبز اليابان 51. الكل بيشجعه، وبيروح صبرا يستعد وبيحضر الخبز بتاعه. في يوم المسابقة بيروح كازوما يجيب مكونات كمان من القصر، وبيودع كيوسيكي، وكالعادة بيتأخر على المسابقة. في الوقت ده بيجي كاسبر واخواته بيتحدوهم، وبيتصدموا من شكلهم الجديد، وبيعرفوا حقيقتهم انهم عبارة عن واحد ايده طويلة جدا وشايل الاتنين التانيين، وانه اتمرن سنين لحد ما وصل للطول ده. الكل بيترعب منه، خصوصا لما بيعرفوا انه عنده الايد السحرية، وبيخافوا اكتر لما كازوما بيتأخر جدا. فبيقرروا يعملوا هم الخبز بتاعهم من غير ما يستنوه، وكل واحد بيحضر الخبز بتاعه بمواد نادرة غالية جدا. بس بيتصدموا لما قيصر بيعمل عجينة لينة جدا وبتمطط بشكل مرعب. بيوصل كازوما أخيرا، والكل بيتصدم إنه مجهز الخبز، وبيتفاجئوا من لونه الأسود. حتى قيصر بينبهر بشكله، بس بيرو بيرفض يحكم عليه لأنه ما اتعلمش قدامه.
في مكان المسابقة، بس قيصر بيوافق وكمان المشاهدين، لكن بيرو بيرفض لأن دي قوانين المسابقة. الأسد ملك موناكو بيوصل وبيقول إن كازوما عمل كل شروط المسابقة، وإن هو اللي أخره لما اتكلم معاه شوية وقرر يوصله، وتأخروا في الطريق بسبب الزحمة، وتأدى له كل الأجهزة اللي محتاجها وطلب منه يعمل الخبز قدامه. في الحالة دي بيوافق بيرو إنه يجربه، بس بيجرب خبز قيصر الأول وبينبهر بطعمه جدا لدرجة إنه بيحلق شعر كيوسيكي اللي بيتعصب وبيتخانق معاه، بس بمجرد ما بيدوق خبز القيصر بيهدى تماما. بيجد الخبز صبرا، بس بيرو بيقول إنه مش مناسب من غير ما يجربه، لأنهم عاوزين يهدوا المتسابقين مش يحمسوهم زيادة. وبينهار صبرا وبيشجعوا كازوما وبيتحدوا القيصر، وبيجي دور كازوما. مجرد ما بيجربوا بيرو والكل بيستنى رد فعله، وبيتفاجئوا ان حط باروكة لشعر كيوسيكي وبيرقص معاه، وبعدها بيعلن فوز كازوما. المشاهدين بيعترضوا، بس قيصر بيقول ان خبز كازوما مميز ونادر ومستحيل كان هيقدر يعمل زيه، وبيمشي. بس كازوما بيناديله وبيشكره. كل بيحتفل بفوزهم على فريق فرنسا، وبيحكي لهم كازوما انه اختار الخبز والمكونات بسبب عيلته. لما كان بيقابلوا لاخته في المسابقات بتاعتها، بيقول لهم كوريان ان اللي فاز في فريق امريكا شادو، وبتصدموا انه مش شاكهيكو. بيقللوا لانهم هينافسوهم في الجوله الاخيره، والاسوأ انهم هيتنافسوا 1-1، ولو 2 خسروا بيعلنوا خساره الفريق كامل. بيروحوا كلهم بقى لمسابقه عربيات علشان المتسابقين يختاروا الخبز اللي عجبهم بين خبز كازوما وخبز شادو، واشهر متسابق بيختار خبز كازوما، واللي بيتاثر جدا وبيجري وبيسيبوه لوحده علشان يهدى، وبيرجعوا الفندق يستنوه، ولما بيتاخر بيقرروا يخرجوا يدوروا عليه. في الوقت ده بيكون كازوما مع شادو بيتضايق انه بيقلد كل كلامه وحركاته. الصبح بيلاقوه في الفندق وبيحكي لهم اللي حصل، وبيفهموا ان في حد بيمرن شادو، وهو مجرد انه بيقلد حركاته بس. وبيجي يوم المنافسه وبيشرح لهم بيرو القوانين، والكل بيستعد. اولهم صبرا اللي بيستخدم السيف بتاعه في النحت طول الوقت، وبتروح مونيكا اللي من الفريق الامريكي تتعرف على صبرا لانها هي اللي هتواجهه. بيحاولوا يجمعوا معلومات عنها، وبيتصل كيدو بكوريان بيقول له معلومات عن مونيكا بتصدمه لانها ملكه الحلويات. والكل بيتصدم لما بيحكي لهم. بيقلقوا على صبرا، واللي بيتحمس اكتر بيقرر انه يفوز مهما كان الثمن، وبيرجع يتمرن اكتر. والمسابقه بتفتكر مونيكا وعد مدير مخبز بيري ليها انه يحقق حلمها وحلم والدها، يعمل لها قلعه الحلويات اللي بتحلم بيها، وبتقرر تفوز ايا كان الثمن. وبيبدا كل واحد في تحضير الخبز بتاعه. بتفتكر مونيكا الخبز اللي كانت والدتها بتحضره زمان، وكانت بترفض تاكله لحد ما والدها يوصل، وبيقنعها، وبيتفقوا يسافروا كلهم امريكا ويفتحوا قلعه الحلويات، بس بيخسروا كل فلوسهم. وبتقرر انها لازم تفوز في المسابقه دي. بتخلص مونيكا الخبز بتاعها وكمان صبرا، والكل بينبهر بشكله وطريقه تحضيره، خصوصا القالب اللي عمله بنفسه. وبينبهر بيرو لما بيدوق لدرجه انه بيستدعي مجموعه كبيره من الخس بتحاصر المكان. بيرجعهم للصندوق بتاعهم بصعوبه، وبينبهروا اكتر بخبز مونيكا، خصوصا بعد ما الورده اللي فيه اتفتحت. بيستنوا رد فعل بيرو، وبتصدموا انه اتصل بالشرطه تقبض عليه. بيروحوا ورا السجن علشان يعرفوا النتيجه، فبيقول ان مونيكا هي اللي فازت، وبيشرح لهم سر العجينه المبهره بتاعتها. تتوقع ان صبرا يتخانق معاها، لكنه بيشكرها وبيوعدها انه يهزمها المره الجايه. فجاه بيعجب بيها وبيقرروا يرتبطوا. تاني يوم بقى بيجي دور كيوسيكي، لكنه بيكون محبط. فبيجي المدير وسكينو وشيجرو بيشجعوه وبيفكروه بوالده وحلمه، فبيقرر انه ينجح علشانه. حتى لما كازوما بيروح يساعده بيرفض وبيطرده. بيفتكر كيوسيكي ذكرياته مع والده، وبيفضل يجرب يعمل خبز مثالي، بس كل مرة بيلاقي غلطة ومش عارف ايه هي، وبيرفض المدير انه يساعده. لكن فجأة بيدخلوا بيعملوا بأسلوب وحش وبيستفزوا، بيوصلوا المكان غلط بطريقة غير مباشرة. بس كيوسيكي بيفهمها وبيصلحها، وبيقدر يعمل الخبز المثالي اللي بيدور عليه. في يوم المسابقة بيتفاجئ بوالدته واخواته جايين يشجعوه، وبيبدأ العمل. بس الصدمة لما بيلاقي شاجهيكو هو كمان بيعمل خبز زي المدفع. الكل بينبهر بشكله، وبيفتكر شاجهيكو ازاي استعد واتمرن علشان يهزم كازوما زي ما هزمه اخر مرة. في الوقت ده بيكون كيوسيكي حضر الخبز بتاعه. بيجي بقى ميعاد التحكيم، والكل منبهر بريحة الخبز والتوابل بتاعته. بيحكي لهم كازوما مصدر التوابل دي، وبيجرب بيرو خبز شاجهيكو، وبينبهر بيه لدرجة ان محقق كونان بيظهر لكيوسيكي بيقولوا انه مش بس بيرو اللي ثابت مكانه، ده الكل. لو حل اللغز الزمن هيرجع زي الاول. بيتخانق مع كيوسيكي وبيقدر يحل اللغز، الكل بيرجع، بس كيوسيكي بيتخانق مع بيرو بسبب التأخير. وبيتصدم لما بيقع وهو مطعون بسكينة، بس بيفوق. بيحكم على خبز كيوسيكي، وبيكمل لهم قصة حياته من شغله في السيرك لحد خناقة الموظفين معاه بسبب التمارين الكتيرة، ورفضوا يروح معاه آخر عرض. بس اتفاجئ بيهم اتجمعوا وقرروا يساعدوه علشان يلاقي عيلته. بيزهق كيوسيكي وبيقول له يجرب الخبز بتاعه ويحكم عليه، وبعد ما بيدوق بيغمى عليه.
بيكتشفوا إن في حد طعنه بسكينة في ظهره، وبينقلوه المستشفى وبينهار كيوسيكي. هنا بقى بيتصدموا إن فصيلة دمه نادرة، وبيروح الملك يتبرع بالدم لأن الوحيد اللي متطابق معاه، واللي بيستغرب تصرفه وبيتوقع إن بيرو هو ابن الملك المفقود اللي بيدور عليه من سنين. بيتقابل بيرو والملك عند البنت اللي راح لها الجد وكوريان قبل كده بعد خبز كازوما، وبيحتفلوا مع بعض وكل ده، والملك بدأ ينزف ومش عارفين يوقفوه. بيحكي الملك لبيرو إن عندهم تقليد قديم إن الأب يتخلى عن ابنه علشان يتربى بعيد، وهو خايف يعمل كده. بدأ لأسرة تانية تربيه بس خدوا الفلوس وهربوا، ولما وصلهم كانوا ماتوا ومش عارف يوصل لابنه. ولما بيأكد لبيرو إن هو ابنه اللي بيدور عليه بيتصدم ومبيكونش مصدق. بعدها بيرجعوا للحاضر. بيرو بيكون منهار، خصوصا لما بيعرف إن الملك مات وبيحاول ينقذ ابنه. بعدها بيروح يطمن على بيرو، بيلاقوا عنده حفلة بمناسبة إن الملك الجديد، بس لما بيكونوا لوحدهم بينهار. بيقول لهم على مشاعره الحقيقية واشتياقه لوالده. يوعدوا كازوما إنه يعمل له خبز يبعته نفس المكان تاني علشان يقابله. في الوقت اللي بيستعدوا فيه للمسابقة بيعرفوا إن شادو ممثل وبيقلد الحركات بس، وإن اللي اختاره وبيعلمه هو صاحب مخبز بيري، واستغل تنمر الناس عليه علشان يسيطر عليه ويجبره يسمع كلامه، وبيعلمه ازاي يعمل الخبز علشان يعمل نفس الطريقة في المسابقة. وفعلا بيستعد. بيجي يوم المسابقة وبيحضر ناس كتيرة جدا علشان تشوف بيرو اللي هيبقى ملك جزيرة موناكو، وبياخدهم بيرو بالطيارة للمسابقة، وبيطمنوا كازوما إن عند وعده هيعمل له خبز يجمعه بوالده وهو خبز اليابان 51. بنشوف بيرو وهو بيتعرف على شكل مامته اللي ماتت وقت ولادته، وبيوعدوا المسؤول إن شادو هيعمل له خبز يجمعه بيها. وبيعلن بيرو عن بداية المسابقة. بيبدأ كازوما وشادو في تحضير الخبز، والكل بيتصدم من سرعة شادو وقوته. بيستخدم شادو رز غريب حتى بيرو مش عارف هو ايه، لكن كالعادة كوريان عارف، وبيجبروا بيرو انه يشرح بداله، والكل بينبهر بثقافته. بيكمل شادو في إبهار الناس على عكس كازوما اللي بيتعامل بهدوء ومكونات بسيطة. خلص شادو الأول. لما بيرو بيدوق الخبز بيسافر للفضاء في قطر، وبيقابل والدته في صورة نجمة وبيتكلم معاها. فجأة بتتحول ل50,000 نجمة، وبيفضل يتكلم مع كل نجمة لوحدها لحد ما بيدوخ وبيرجع للواقع. بعدها بيجي دور كازوما، والكل بيتفاجئ من طريقة تحضيره الخبز بتاعه، لأنه بيخبزه في الفرن وبعدها بيقليه وبعدها بيرجعه الفرن. لما بيرو بيدوق الخبز بيرجع للماضي وبيقابل والده، ولما بيتعرفش عليه نهائي فبيمثل انه مهرج وجاي يعمل عرض. توصل والدته وهي حامل وبيفهم انه رجع لقبل ولادته، ولما بيعمل لهم العرض الأسطوري بيعجبهم لدرجة ان الملكة بتقرر انه يفضل معاهم وبيهتم بيها طول الوقت، وبيلاحظ انها بتاكل زيادة عن اللزوم، وبيتوقع ان ده سبب وفاتها وقت الولادة، فبيقنعها تخس وفعلا بتعمل كده. قبل ولادتها بتروح تطلب منه يفضل معاهم ويربي ابنها، لأنها هي والملك نفسهم ان ابنهم يكون زيه لما يكبر، بس بيعتذر لها انه لازم يمشي، فبتزعل وبتطلب منه يستنى معاهم لحد ما تولد. فجأة بتتعب وبيجري بيرو يطلب المساعدة وبيجري بيها علشان يوصلها المستشفى، بيلاقي نفسه بيختفي وبيفضل يصرخ علشان حد يساعدها. بيرجع للواقع، بينهار من العياط وبتزعل والدته. بيعرف ان بسبب اللي عمله في الماضي والدته ما ماتتش وانقذوها، وبتصدم ان والده كمان عايش وانه عاش معاهم طول الوقت. فبيعلن فوز كازوما، وبكده الفريق الياباني في النهائيات. وبيعترض شادو، فبيرد عليه بيرو وبيقول له ان خبز كازوما مش بس قابل والده بيه، ده غير حياته كلها فعلا. بيوافق صاحب مخبز بيري على كلامه، وبيعلنوا فوز الفريق الياباني بكاس موناكو. الكل بيتوقع ان اكيد عنده هدف تاني. وقت توزيع الجوائز الملكة بتدي خاتم بيرو لكازوما، والكل بيجري علشان يبارك له على الفوز. الكل بيكون مبسوط ما عدا سوكينو اللي الفرع بتاعها اتقفل بعد ما افلس، وده بسبب سفر الكل. وبيديها كازوما الخاتم اللي الأميرة ادته وقال لها انه جواه بطل هيساعدها وقت ما تحتاجه. الكل بيفرح مرة تانية لحد ما والد صوفي بيتحداهم في مسابقة جديدة يدفعوا فيها كل الفلوس اللي معاهم مقابل استعادة الأسهم اللي معاه في فانتازيا، واللي يوكينو بعت له نصيبها فيها وهو أكتر من نص المخابز. كله بيرفض المنافسة. بيديهم كرياساكي خبز يجربوه، والكل بينبهر بطعمه. بيشوفوا ولد بيقنع أهله ياكلوا رز وبيرفضوا لأنهم بيحبوا العيش. قرر يطبخ رز بطرق تبهرهم بمساعدة واحدة عندهم في البلد، والحلمها تعمل رز جوهان يميز بلدهم. وفضل الولد يتعلم لحد ما سافر وعاش نفس حياة كازوما. فلا بيرجعوا للواقع وبتصدم ان الأحداث كلها اتحولت. بيختار كازوما انه يقبل المنافسة ويحقق حلمه في خبز اليابان، ولا يسيب الفلوس لسوكينو وتحقق حلمها في المخبز الجديد. وبتفاجئوا انها هي اللي بتقبل التحدي، والكل بيشجعها وبيقف معاها. بيتحدوا كرياساكي وبيبدأوا رحلتهم لمكان المسابقة. بيطلب كرياساكي انه يقابل كوريان، وبيعرض عليه يكون الحكم لانه عنده معلومات كتيرة وبيحكم بالعدل، بس بيرفض وبيرجع مكانه مع الفريق. بيسمعهم بيتكلموا عنه، وبيحكي لهم المدير انه اكتر شخص يستحق يبقى حكم، وده لانه شاكر جدا في تحديد حتى المعايير المستخدمة بمجرد النظر، وكلامهم بيأثر فيه جدا. في المسابقة بيكون كوريان هو الحكم.
بتبدأ أول جولة بيشرح لهم قوانين المسابقة وبيختار المنافس سوبو مربع من 9. ده بيحدد البلد اللي هيكون فيها الجولة، ولازم يعملوا خبز بمكونات مشهورة بيها البلد دي ويسافروا، ولازم يعملوا الخبز بمكونات مشهورة بيها البلد دي. يسافروا أول جولة وبتكون لبلد مشهورة بالتونة. هناك بيتصدموا إن التونة اختفت من البلد وده مش موسم صيدها. تيجي يوكينو وتعرفوا منها هي اللي عملت كده، فبيقرروا يستخدموا قنفذ البحر. كازوما بيطلب من كيوسيكي يعمل خبز وحش بتاعه، ويقرر كيوسيكي يبهره ويعمله حلو، بس كازوما بيعيط وبيقول له يرجع تاني يعمله وحش زي زمان. في المسابقة فعلا بيحضر كيوسيكي خبز ناشف وبياخده كازوما وبيحطه في كيس بلاستيك وفرحان. كل واحد بيكمل تحضير طبقه وبينهي سوبو خبزه الأول وبينبهر بيه كوريان، وبتكون ردة فعله قوية جدا. حتى لما كيوسيكي بيعترض بيدوقه الخبز وبيتخانق معاه وبيشرح جمال طعمه، وبعدها بيجي دور كازوما والكل بيتفاجئ من شكله وبيشرح لهم كازوما الطريقة اللي عملوا بيها. ولما كوريان بيدوق ما بياخدش أي رد فعل، بس بيعلن فوز كازوما. الكل بيتصدم بس بيركزوا انه تحول لقنفذ ويرمي شوك على الكل، ودي قوى ردة فعل، وبيشرح طريقة كازوما المميزة في صناعة الخبز بمساعدة فريقه. بيعترض سوبو بس لما بيجربه بينبهر بيه وما بيقدرش يتكلم، وبيكمل كوريان شرح باقي الطريقة وبيقول له سوبو متهزم لأنه فاقد للحب والصداقة، فبيروح يطلب من كازوما يكونوا أصحاب وبيوافق وبيفرح سوبو جدا. كل بيستعد للجولة التانية والمنافس فيها بيكون صاحب مطعم المكرونة اللي كان بيعلمهم. المنافسة بتكون في بلد مشهور بخبز الزلابيا، والمنافس أشطر واحد في صنعها. وبيسافروا في البلد اللي فيها المنافسة وبيدوقوا اللحوم اللي هيعملوها وبينبهروا بيها، وبيلاقوا إن المنافس هيستخدم نفس اللحوم. فجأة بنشوف كوريان وهو بياكل أي حاجة تقابله منهار لأنه فاقد حاسة التذوق وقرر يعتزل، بس كازوما بيوعده إنه هيعمل له خبز يرجع له حاسة التذوق زي الأول، وهو زلابية اليابان. بيجمعوا الحشوات بتاعتها والمكونات اللي يحتاجوها، وفي يوم المسابقة بيبدأ كل واحد في تحضير طبقه. وكوريان مستني طبق كازوما اللي هيرجع بيه حاسة التذوق، وبيبدأ المنافس في تحضير طبقه بطريقة مبهرة على عكس كازوما الهادي كالعادة. بيحضر المنافس طبقه الأول وبيستعين كوريان بالطاووس علشان يحكم معاه، وبينبهر بالزلابية بتاعة المنافس. وبيقرر كوريان إنه يعتزل، بس كازوما بيكون خلص وبيطلب منه يدوق الزلابية حتى لو يعتزل، وبمجرد ما بيجربها بيتصدم وبيتحول شكله بطول ايده جدا، وبيشرح طريقة كازوما، وبكده رجعت له حاسة التذوق. والطاووس كمان كان منبهر وبيطير وبيعلن فوز كازوما. تاني يوم بيحكي سوبو لكازوما وباقي الفريق انه انسحب فريقه اللي هيكون منافس ليهم في الجولة دي لانهم كانوا عايشين على الخناق والمشاكل ومفيش اي تفاهم او ترابط زيهم. قرر انه ينضم لهم ويشجعهم. اما يوكينو فبتجمع الفريق المنافس لكازوما وبيتخانقوا، وده بيكون الطبيعي بتاعهم، وبيرموا فشلهم على بعض لحد ما بيوصل صاحب مخبز بيري ويسكت الكل وبيأمرهم يستعدوا للمسابقة. بتكون في بلد مشهورة بالمانجا، حتى كيوسيكي بينبهر من جمالها وبيضحك عليه الفريق المنافس وبيقول لهم استعدوا للهزيمة. في المسابقة بيتفاجئوا ان كازوما بيعمل عجينة لينة، حتى كيوسيكي بيتصدم من فشل العجينة، لكن كالعادة ده جزء من خطة كازوما. بيخلص فريق يوكينو الأول وبينبهر كوريان بطعم الخبز بتاعهم لدرجة انه بيستدعى عجل من اللي يستخدموا اللحم بتاعه في تحضير الخبز بتاعهم. بيجي دور كازوما اللي بيكون شكل الخبز بتاعه غريب وليه عين وبق، وبيطلب من كوريان ياكل من العين ويضغط على البق ويشاور العجل انه ياكل من العين ويضغط على البق وبيشاور العجل انه عاوز يجرب هو كمان. وبيجرب كوريان والعجل في وقت واحد بيثبت مكانه، وفجأة بيتحول لشكل الخبز. مش هو بس ده كمان العجل. وبيوصل الدكتور وبيقول انهم عايشين وانهم بيقول لكازوما اللي فازوا وشرح لهم رأي كوريان وشرحوا العجينة. وبيتصدم الفريق المنافس من الطريقة، وبيقول لهم الدكتور ان الخبز بتاعهم حلو بس ناقصه الحب والتفاهم بينهم، وبيمشي. ولما بيجربوا خبز كازوما بيتحولوا لنفس شكل الخبز والأطفال بتطلع عليهم. الكل بيستعد للجولة الرابعة وبتكون قصاد 2 من النينجا. الخبز المرة دي لازم يستخدموا فيه مواد منحنية ومش مستقيمة. ولما بيروحوا البلد دي بيعرفوا انها مشهورة بالبصل الأخضر. ولما بيروحوا يجيبوه بيتصدموا بالنينجا سابقينهم، وبيقرر كيوسيكي يروح يشيل الأقنعة ويعرف هم مين، وبيدخل في منافسة مع واحد منهم وبيحاربوا بالبصل الأخضر. بيفضلوا يضربوا ببعض حتى ان النينجا بيجمع عليه مجموعة من البصل الأخضر وبيضربوه. ولما بيفوق بيقولوا انه سوبرا. الكل بيتصدم لما بيتأكدوا انه هو فعلا ومعاه مونيكا. بيقولوا انه وافق على عرض بيري وعمل كده علشان يتحدى كازوما ويهزمه ولو مرة. بيفرحوا وبيودعوه. وبيتضايق كيوسيكي بس شيجرو بيفهموا ان دي مش خيانة ليهم لكن تحدي. وكازوما بيكون عند نفس الرأي وبيروحوا يستعدوا للمسابقة. وبيفتكر سوبرا لما المدرب بتاعه اتنافس معاه آخر مرة رجعه مهزوم من كازوما وتحداه وعلمه ان السر في التحدي مش في الفوز او الخسارة. وبعدها مات المدرب، ومن وقتها وسوبرا بيستعد لمواجهة كازوما. وما انه ارتبط بمونيكا فهي كمان قررت تساعده وبتشجعه، ومن وقتها بيشرح لها الطريقة اللي يعمل بيها الخبز. في الوقت ده بيكون كازوما والباقيين بيفكروا في طريقة يعملوا بيها الخبز
وشيجرو بيكون عنده فكرة وبيشرحها، والمشكلة انها بتكون نفس فكرة سوبرا واللي بيكون متحمس جدا للمنافسة. الكل بيستعد للمسابقة، وكالعادة كازوما وشيجرو بيشتغلوا، وكيوسيكي بيتفرج مع المدير وسوكينو. الكل بيتفاجئ ان كازوما وسوبرا بيعملوا نفس الخبز وبنفس الطريقة، لكن المميز مع سوبرا ان مونيكا مميزة في الحشوات جدا. حتى سوبرا بيستخدم طريقة مبهرة في تشكيل الخبز، وبيفتكر كل مرة خسر فيها قصاد كازوما، واللي بيكون في الوقت ده بيحضر الخبز بشكل تاني. يخلص سوبرا الخبز، ولما كوريان بيدوب بياخد شكل البصل من انبهاره بيه، وبيجي سوبرا على الخبز المميز ده. بيجي دور كازوما وبتصدمه من شكل الخبز، وتوقع سوبرا انه خلاص خسر، بياخد الخبز وبيمشي. بس مونيكا بتوقفه وبتتخانق معاه كوريان علشان يدوق، بس سوبرا بيرفض وبيهرب بالخبز وبيقول انه منسحب وان كازوما اللي فاز كالعاده. بتحكي لهم مونيكا ان سوبرا هيأذي نفسه وعاوز ينتحر، قرروا يدوروا عليه، وبيساعدهم كوريان بشكله الجديد. وحاسة الشم القوية عنده بيوصلوا لسوبرا وبيلحقوه قبل ما ينتحر، وبيتخانق مع كوريان علشان يدوق الخبز. بيقدروا يقنعوه انه مفيش سبب يستاهل موته حتى لو كان الخسارة. وبتمثل مونيكا انها تعبانة ومحتاجاه جنبها لحد ما بيقتنع، وبيحكي لها عن حياته القديمة، وبيوعدها انه هيجي اليوم ويهزم كازوما، وبتوعده انها تساعده. في الوقت ده بقى بيوصل مجموعة من رجال العصابات لفرع فانتازيا، ويقابلهم المدير. في نفس الوقت بيكون شيجرو بيدور على معلومات عن المنافس، وبيتخانق معاه كيوسيكي كالعادة. بيجري كازوما يقول لهم ان المدير بيتخانق. لما بيشوفوا شيجرو بيوقفوا الخناق، وبنعرف انهم تبع والده. بيحكي لهم عن عيلة والده رجل العصابات، وانه عاش مع والدته، واكيد والده عاوزه دلوقتي علشان يسلمه ورث العيلة وقيادة العصابة، وهو رافض علشان يحقق حلمه في الخبز، وانه لو خسر في المسابقة يبقى هيجبره والده يسمع كلامه، علشان كده لازم يفوز، والا لو رفض هيدمروا مخبز فانتازيا. بيوعدوا كازوما وكيوسيكي انهم هيساعدوه، مستحيل يتخلوا عنه. الجولة الجديدة بتكون ضد سوتوسومي، وبتكون عن المربى في النمسا، واكتر واحد بيخاف هو شيجرو. لما بيسألوا عن السبب بيقولوا ان الاطفال في فرنسا بيعملوا الخبز، والاطفال في النمسا بيعملوا المربى، وانهم متميزين جدا فيها، والمنافس بتاعهم شاطر قوي قوي في تصنيعها بكل الطرق. بيجي المنافس يسقف له وبيقول له انه شاكر وفخور ان عنده اخ زيه. ونعرف ان شيجرو وسوتوسومي اخوات ورافضين شغل والدهم، ان اللي هيخسر هو اللي هيمسك العصابة مكان والده. ولما بيوصلوا النمسا بيتعب كازوما وبينتقل للمستشفى، بيكون مستحيل يشارك معاهم. بيروح شيجرو وكيوسيكي يحضروا المكونات. بيفتكر شيجرو كره اخوه ليه بسبب انه متميز عنه، كل كان بيقول عليه طفل عبقري. حتى والده بيكون محتار يلغي حلم مين من ولاده، وبيجمع شيجرو المكونات وهو فرحان مع كيوسيكي. وده لحد ما اخوه بيجي وبيحبطه، وبيقول له انه مهما عمل مش هيبقى الطفل العبقري المره دي، لانه هيعمل مربى سخنه ودي اكتر مربى متميزه. بيروح شيجرو يشتري عصير يستخدمه في المربى بتاعته، وبيجي اخوه ياخد واحد هو كمان لانه يستخدمه برضه. ده بيحبط شيجرو اكتر واكتر. بتفاجئ الممرضه باختفاء كازوما، بتفاجئ شيجرو وكيوسيكي بيه قدام البيت، وبيقول لشيجرو لازم تفوز مهما حصل، وبعدها بيغمى عليه. بياخدوا البيت وبيعالجوه، وبيوعدوا شيجرو انه يفوز، وبيفرح لما بتيجي في باله فكره مميزه. في يوم المسابقه بيحضر والدهم وبيعتذر لسوتوسومي على معاملته القاسيه ليه وتجاهله، بس سوتوسومي بيرفض الاعتذار وبيقول له يتفرج على خساره ابنه العبقري قصاده علشان يمسك الحكم بعده، اما هو فهيكمل نجاحه. بيروح والده يتفرج وزعلان على الحقد اللي زرعه في قلب ابنه. لما بيسأل على اللي بيحصل في المسابقة بيشرح له المدير طريقة شيجرو، وأخوه بينبهر. ولما بيسأل على اللي بيحصل في المسابقة بيشرح له المدير طريقة شيجرو وأخوه، وبينبهر والد شيجرو بمعلومات المدير. بيخلص سوتوسومي المربى، ولما كوريان بيدوقها بينزل في الطبق كله وبيتحول لإنسان المربى. بيكون مبهور بيها، وبتصدم والد شيجرو من اللي بيحصل. بيقول كوريان إنها مربى متميزة مستحيل يلاقي لها مثيل. بيجي الدور على شيجرو اللي بيعمل المربى في صندوق وبيحرق حواليها خشب. تجري العصابة تنقذ شيجرو من الحريق. المدير بيوقفهم وبيقول ان ده جزء من تصنيع المربى وبيشرح الطريقة. لما بيخلص شيجرو الطبق بتاعه بيدوقه كوريان وما بيتحركش، وبيفرح سوتوسومي وبيتوقع انه اكيد هو اللي فاز. بس لما بيلاقي كوريان رايح في اتجاه النار بيحاول يمنعه، بيفشل. فبيأمر المدير كيوسيكي انه يوقفه بسرعة لانه هيموت نفسه من جمال المربى بتاعة شيجرو. وبيساعدهم عصابة والد شيجرو وبيوقفوه بصعوبة بمساعدة سوكينو اللي بتغني تجذبه لبعيد. بينبهر والد شيجرو بالمدير وحكمته اكتر، وبيعلن كوريان تعادل شيجرو وسوتوسومي، وبيعلن والدهم ان اللي هيمسك الحكم بعده هو المدير، وهم يكملوا حلمهم لان هما الاتنين عباقرة، والكل بيفرح جدا ما عدا المدير. الجولة الجديدة بتكون ضد ميكي، وواحد من ابطال اليابان. بيختار منطقة فيها اعشاب بحرية، وبيحكي لهم كوريان قصتها، وبيعرفهم ان من قواعد المسابقة ان الجولة دي لو خسروها يبقوا خسروا كل اللي فات ويبدأوا من جديد، ولو فازوا فيها يبقى تحسب بجولة واحدة. كل بيكون محبط لحد ما ميكي بيروح يديهم عينة من اعشاب البحر اللي هو عملها. بتصدم كازوما من طعمها الحلو قوي، وبيحصل له احباط وبيحس انهم هيفشلوا وبيخافوا منه. بيروحوا بلد المسابقة وهم محبطين، وبيحاول كازوما يشجعهم. بيروحوا يشتروا المكونات،
بيفكروا في طريقة يستخدموها بيها، وبيخترع كازوما طريقة بينبهروا بيها، حتى ان في طفلة بتقع في البحر وبيروح كيوسيكي ينقذها بعد ما تحول لإنسان آلي مجرد ما جرب طريقة كازوما. بيرجعوا البيت وبيفكروا بباقي المكونات وبيشرح لهم كازوما الطريقة اللي ناوي يستخدمها. في يوم المسابقة بيكون عدد المشجعين لميكي كتير جدا على عكس فريق كازوما. بتبدأ المنافسة، الكل بيكون قلقان ان كازوما يخسر. بيشرح لهم المدير الطريقة اللي شغال بيها واللي بتفضل اقل من مستوى ميكي، بس برضه بيثقوا في كازوما ونجاحه، خصوصا لما المدير بيشرح لهم طريقة كازوما الجديدة واللي بتكون على عكس توقعاتهم الأولى. بيحضر كازوما الخبز، واللي كوريان أول ما بيدوقه بيجري بسرعة رهيبة، وبيرجع وهو متجوز ومعاه عروسة، وبيروح يقضي شهر العسل وبيحكي لهم فيه عن طريقة خبز كازوما. بتطلب مراته الانفصال لأنه مش مهتم بيها، وبينفصل وبيرجع. المسابقة لسه شغالة، وبيقولوا إن خبز كازوما بيخلي الزمن يجري بسرعة رهيبة. بيجي دور خبز ميكي وما بيكونش فيه أي رد فعل من كوريان. فجأة الكل بيلاحظ إن شكلهم اتغير وكأنهم مشوشين، وده رد فعل من كوريان على الخبز. وبيشرحوا وبيقولوا إنه حلو جدا ومميز بطريقة مبهرة، حتى إنه بيعمل انفجار قوي وبيعلن فوز ميكي. بيروح ميكي يقول لكازوما إنه شارك بس علشان ينافسه، بيديله كشكول فيه كل الوصفات اللي اشتغل عليها طول عمره. قرروا إنهم يكملوا المسابقة بحماس وينسوا اللي فات. الجولة الجديدة بيكون المنافس هو الباندا، والمكان مدينة جيرو المشهورة بالينابيع السخنة، والمطلوب خبز يعالج الناس. بيتوقع ان الباندا هو صاحب مخبز بيري القديم. تأكد ميزونيو على كلامهم وبتقول ان هو فعلا، وللاسف مش قادره تمنعه ومش عارفه ليه اتحد مع مخبز بيري ضدهم. بيشرح لهم الباندا انه ما بيقبلش الخساره ابدا، ولما خسر قصاد كازوما مرتين اشتغل على نفسه اكتر وطور نفسه وقرر يتحداه، بس المره دي وهو معاه خميره مميزه اشتغل عليها سنين. بيقبل كازوما التحدي قصاده وفرحان وبيودعهم هو وميزينو. بعدها بيروحوا لجيرو، في الطريق بيدوقوا الاكل المميز ليها وبينبهروا بيه، وبيقلق كيوسيكي انهم اكيد هيخسروا قصاد الباندا. بس كازوما بيصحى وبيقول له ما تقلقش وبينام تاني. بيتخانق معاه كيوسيكي، فبيصحى يقول له على الخبز اللي هيعمله. بينزل كيوسيكي يشتري حاجات وبيقع وبيجروا ويساعدوه، فبيمشي القطر وبيلاقي واحد بيراقبهم طول الطريق. ولما بيرجعوا الينابيع السخنه بيحضر لهم الراجل ده دب يموتهم. بتيجي فكره لكازوما في الوقت ده وبيجري ينفذها وكلهم معاه، فبتصدم الراجل انهم هربوا من الدب، وكمان بعد ما كان هيموتهم في القطر. كل بيستعد للمسابقه وبتقول لهم ميزوني ان الباندا هو اللي هيكسب بسبب الخميره المميزه اللي هتحول الخبز من عادي لخبز مبهر. تحكي لهم ان الخميره دي بتعمل انفجارات مميته، وحاولت تمنعه من استخدامها بس رفض وقرر يستخدمها علشان لو هيموت اهم ان يفوز على كازوما. بيحضر كازوما عجينه مميزه، بيشرح لهم المدير فكرتها، وبيقول ان الخميره بتاعه الباندا دي كانت حلمه من زمان. الكل كان بيتريق عليه لما بيقول الحلم ده، وبيجهز خبز الباندا بشكله الحلو. وبتكون ردة فعل كوريان انه بيسكت تماما وبيقول المدير للكل يهرب لان كوريان هينفجر. فعلا بيطير زي الصاروخ وبيقع منه مجسمات كتيرة، وبعدها بيظهر على جبل وبينزل جري. بيقولوا انه كان مستخبي تحت الارض وان خبز الباندا ده مبهر لدرجة رهيبة. بيشرح لهم طريقته ولو تعتبر الاولى في التاريخ في صناعة الخبز ده. وبعدها بيجي دور كازوما واللي بيعمل خبز على البخار، واللي بريحته بيحس الباندا انه طاير. ولما كوريان بيدوه بيسكت تاني وبتصدموا كلهم من شكله المرعب. بيتحمس المدير جدا، بيقول ان رد فعله ده لمصلحتهم. الكل بيتفاجئ من تصرفات كوريان واللي بيعلن فوز كازوما. كده بيخسر الباندا للمره الثالثه. تعترض ميزونو، بس الباندا بيقول لها ان النتيجه صح وان فعلا طريق كازوما افضل واحسن منه. بيتحول لباندا حقيقي وبياخد ميزونو وبيشكر كازوما انه اتعلم منه كتير وبيمشي. تبدا الجوله الثامنه بتكون ضد يوكينو ملكه التورته، والمنافسه بتكون في تصنيع تورته من الحلويات. وبيسافروا بلد المنافسه المشهوره بالبرتقال والفراوله وبيجمعوا المكونات. وبتصدموا ان يوكينو بتضرب راجل عجوز لما قال لها ان مفيش برتقال طازه والموجود مجفف. وبتخانق معاه كازوما وبتتحداه انه يستخدم البرتقال ده ويمشي. بيطلب الراجل العجوز من كازوما انه يستخدم البرتقال بتاعه ويهزمها، وبيجيله حق يجيب له حقه وبيوافق. وبيحاول كيوسيكي يقنعه انه يرجع في رايه بس بيرفض. بيجي يوم المسابقه وبيحضر الطاووس، والكل بيتصدم من مهاره يوكينو اللي عندها ايد تلجيه هتساعدها قوي في صنع التورته على عكس كازوما. بس كالعاده بيبهرهم بعجينه مطاطيه وفجاه بتختفي. بيكتشفوا ان خلى سمكها رفيع وكانها شفافه، ودي مهاره فريده من نوعها. بتخلص يوكينو وكازوما الخبز في نفس الوقت، والتورته لازم تتاكل فورا علشان يبان طعمها. فبيجري الاثنين ويحطوها مع بعض ببق كوريان، واللي من الصدمه بيخرج نار وبيحصل غيوم وعصير. بيصحى كازوما بيلاقي نفسه في غابه ومعاه كيوسيكي وبيقابله برتقاله بتمسك في ايد كازوما، وبيجري وراهم ناس بخيول. وقبل ما يخلصوا عليهم بتظهر سوكينو بتقول انها الاميره اللي جايه تساعدهم وتوديهم للطاووس. بيقولوا ان الحاكم ان البرتقاله اختارته يبقى لازم يساعدهم في هزيمه ملكه التاج اللي بتاذي الناس وهي يوكينو. وبيظهر باقي الفريق وبيقولوا انهم هيساعدوهم. وفي الطريق بيقابلوا العجوز صاحب البرتقاله
وجنود يوكينو بيعذبوه فبينقذوه. بيروح معاهم. بيحلم كازوما بالبرتقالة بتكلمه وبتحكي له قصتها ومعاناتها وإهمال الكل ليها، فبيتعاطف معها وبيوعدها يعملها على تورتة مميزة يخلي الكل يحبها. ولما بيصحى بيلاقي البرتقالة كبرت في إيده. بيوصلوا ليوكينو وبيتحدوها وبتقدر إنها تجمد الطاووس وباقي الفريق. بيتحداها كازوما بعد ما البرتقالة اتمكنت من دراعه وبيفضل يقاومها لحد ما بيهزمها وبينقذ الكل. بيطلبوا منه يرمي البرتقالة في البركان علشان ينقذوه منها ويرجع للواقع، بس بيرفض وبينهار. بتودع البرتقالة وبتشكره إنه عاملها كويس وبترمي نفسها. وفجأة الكل بيرجع للواقع وكوريان بيعلن فوز كازوما. تنهار يوكينو والكل بيفرح بفوز كازوما. في الجولة الأخيرة لازم يكون المنافس قوي جدا، والمرة دي بيكون الطاووس واللي بيستخدم مكونات غالية ومبهرة، على عكس كازوما واللي بيستخدم مكونات جابتها عيلته ومحضرينها بنفسهم. كل واحد بيحضر الخبز بتاعه وبيطلبه من كوريان إنه يدوه بسرعة. فبيدوه بتاع الطاووس الأول وبيحس إنه راح سيرك وبيتحول لكائن بحري، بس بيطير لبعيد وبيستنوه يرجع. وبيظهر كيرياسيكي وبيعرض إنه يكون الحكم. الكل بيعترض، بس كازوما بيتعصب وبيطلب منه يجربه بسرعة. وبتستخدم سوكينو الخاتم وبتستدعي بيرو. بيجي يحكم هو وكيرياسيكي مع بعض وبيرجعوا للماضي لما كان لسه بيعلم كازوما الخبز. وبيفهم ان كازوما هو الطفل اللي قبله زمان، وبيتفاجئ بيرو من تصرفاته الغريبة بعدها. فلما بيسألوا بيقولوا انه بيكره اليابان وبيرجعه. في الواقع بيجروا بيجربوا بتاع الطاووس وبيطيروا زي كوريان، بس هو بيرجع وبيجرب بتاع كازوما وبيشرح طريقة كل واحد فيهم وبيعلن التعادل. وبيوصل بيرو وبيشرح رأيه هو كمان وبيعلن التعادل. استنوا كيرياسياكي وهو اللي هيفصل بينهم. لما بيوصل بيرجع لشكله القديم وبيعلن فوز كازوما وبيشكره انه عمل خبز اليابان. يحسوا انه طيب، بس فجأة بيرجع لطبيعته وبيقولوا انه هيسلمهم فانتازيا، بس لسه معاه مخبز بيري هيدمرهم بيه. وفي النهاية بيعرض عليهم تحدي جديد. يوافق كازوما بعد ما يقدر يوصل لخبز يليق باليابان وحقق حلمه. وبكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.